إذا مشاهدينا الكرام، عقب النشيدين الوطنيين لمنتخبنا ومنتخب ألبانيا، كابتن فهد، نتكلم اليوم قد تواجهوا المنتخبين قبل وفازوا ألبانيا 2-1. بغض النظر عن النتيجة، ولكن اللي خلنا احنا في مباراة اليوم، يمكن أنا أشوف أن بالنسبة حق التشكيل، أشوف التشكيل الأمثل وجود عبد علي أسد نوعا ما، يعني كوسط يسار هو يعتبر نوعا ما ذكاء من المدرب. ليش؟ لأنه معروف أن عبد الكريم حسن كان أكثر لاعب دائما يتقدم للأمام، فلما نشوف أربعة للخلف لويس مارتن وأحمد عبد الوسط، تقدم عبد الكريم حسن للأمام يخلي علي أسد نوعا ما ممكن يكون نوعا ما يدخل للداخل، يكون بلاي ميكر مع تباته، وهذا يعطي أريحية لتباته وعلي أسد كاثنين صناع لعب، وهذا شيء جيد. بالإضافة أعتقد أن وجود أحمد علاء بعد نوعا ما كلاعب أيضا أبدع في المنتخب الأولمبي، ايضا اليوم اتصور راحه سباستيان ايضا يشوف البديل المناسب، حسيدوس ما شاء الله متالق، لويس مارسن احمد المقصود نوعا ما جيدين، ولكن علامه استفهام نوعا ما يمكن في بيدرو، انا اشوفه يمكن نوعا ما بيكون احدى نقاط الضعف اللي بالفريق، وخاصه في مواجهات في 1 ضد 1. انا راح اخليك تشوف الشوط الاول ونشوف نقطه الضعف، راح انا اخليها نقطه عندي اساس اناقشك فيها عقب. توقعك؟ توقعاتي ممكن اروح للتعادل. ابو محمد؟ اروح للتعادل. كلكم تعادل، سلبي ولا ايجابي؟ يعني خلينا نسميه سلبي. سلبي. ايه. مشاهدينا الكرام، شكرا للكابتن خالد سلمان وشكرا للكابتن فهد فخر، ومباشره الى زميل خالد اليوسف معلقا وواصفا لنا الشوط الاول بين منتخبنا الوطني ومنتخب البانيا. خالد تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك فالح الشبري، شكرا لضيوفك الكرام، سيداتي انساتي سادتي احبتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الودي من هنا من النمسا، من هنا بالتحديد من ملعب هارتبرغ هنا في منتصف النمسا، حيث اللقاء الذي يجمع ما بين منتخب ألبانيا مع المنتخب العنابي. اليوم من خلال هذه المباراة التحضيرية، المباراة التجريبية، المباراة اللي يدخل فيها العنابي وعين أكيد مع السيد كارينيو، العين أكيد على مباريات التصفيات مع إيران ومع ايضا منتخب اوزبكستان في شهر سبتمبر بحول الله تعالى. لكن من خلال هذا الاعداد ياتي العنابي، من خلال هذه المباراه ياتي العنابي ليواجه المنتخب الالباني، المنتخب الحقيقه المتطور، المنتخب اللي يملك العديد من اللاعبين على مستوى احتراف في ايطاليا الاكثريه، خاصه على اعتبار انه المدرب او المدير الفني جانيني دي بياسي الايطالي الذي الحقيقه عمل نقله كبيره مع هذا المنتخب، لعل عقده اللي كان سنتين جدد ايضا لمده 4 سنوات. على العموم نتابع اول خطا لمصلحه العنابي، بعدين راح نتحدث عن الاسماء وعن التشكيل للمنتخب العنابي. عندنا تباته على تنفيذ اول كرات المنتخب العنابي. اليوم المنتخب الوطني، اليوم الحديث عن المنتخب العنابي. هذه محاوله راسيه واول الاهداف. نعم، اول الاهداف مع الدقيقه الاولى ياتي عبد الكريم حسن يسجل اول اهداف العنابي من خطا ياتي بتباته، وياتي عبد الكريم مع الدقيقه الاولى بل الثواني الاولى من احداث هذا اللقاء. ياتي هنا الكره وتباته، وحديث ايضا لعبد الكريم. شوف العرضيه مرت هنا على طول. نعم، هو عبد الكريم حسن يسجل اول الاهداف والهدف المفاجئ للمنتخب الالباني في هذا اللقاء. هنا نتابع تباته اللي لعب العرضيه على طول. 1-0 لمصلحه العنابي هنا من خلال هذا اللقاء التحضيري. نعم، لقاء ودي، فرصه الان وتدخل وابعاد الى خارج ارض الملعب. عدت الكره الماضيه، مرت الكره الماضيه، عدت. اذا كارينو يتحرك على طول، اتحرك مع الدقيقه الاولى. واليوم في مباراه وديه، لكن لازم التحضير يكون بشكل كبير، خاصه امام منتخب البانيا المتاهل لامم اوروبا في فرنسا ان شاء الله في هذا العام. لذلك
نتحدث عن مباراة هي في غاية الأهمية. كرة مرت أمامية لكنها كرة عدت مرت وصلت إلى رمية جانبية. حكم اللقاء هالكم ألكساندر اللي يشير لوجود رمية جانبية لمصلحة منتخب ألبانيا. راح أتحدث عن الأسماء لكن المباراة كانت سريعة والدقيقة الأولى كانت سريعة، وهذه رمية جانبية بالرأس فيها تحضير وفيها إبعاد أيضا من مصلحة المنتخب العنابي. مرت أمامية طويلة، هيدوس يحاول لكن الكرة مرت للجبهة اليسرى. على العموم على عجالة العنابي كلود أمين بالنسبة لحراسة المرمى. رباعي الدفاع محمد موسى، عبد الرحمن أفكار، بيدرو وعبد الكريم حسن صاحب الهدف العنابي الأول، لويس مارتن وأحمد عبد المقصود وعلي أسد. بالنسبة للمنتصف عندنا الهيدوس وتباتا وأحمد علاء في خط المقدمة. هذه هي أسرى كارينيو من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة الودية هنا في معسكر النمسا. على العموم نذهب مباشرة لمنتخب ألبانيا والأسماء اللي حاضرة مع المنتخب الألباني مع السيد جاريني دي بيازي المدرب الإيطالي اللي وصف الحقيقة وصف بمعجزة تأهل منتخب ألبانيا إلى أوروبا، وهذا الشيء الحقيقة اللي يتحقق للمرة الأولى مع هذا الرجل مع منتخب ألبانيا. على العموم أتليت بريشيا في حراسة المرمى، حارس لازيو الإيطالي. عندنا 15 مليون مافراي، هذا طبعا اللي خضق عمره كله في ألمانيا وراح أتحدث عنه. 4 السيدة ساي و2 أندي ليلا و3 أرمين لينجاني، بينما 21 أوديس روشي و16 سكول اسكاليشي، بالإضافة إلى ميغين باشا اللاعب رقم 8 وأرنيد أغنيتي رقم 18، بينما ناصر عليكي بالنسبة رقم 17 وغاتشي اشكيلسن اللاعب الرقم 11 في صفوف منتخب ألبانيا. كما قلنا منتخب ألبانيا اللي الحقيقة بتحضيراته لما هو قادم في الأمم الأوروبية، بالتحدي القادم لعل وجوده في التصفيات لأمم أوروبا، وجوده مع طبعا منتخبات ليست بالمنتخبات القليلة. لعل مباراة المحك اللي كانت في التصفيات هو طبعا أمام المنتخب البرتغالي، أمام المنتخب الصعب على مستوى القارة. تلك المباراة الحقيقة اللي استطاع من خلالها منتخب ألبانيا أن يظهر بنتيجة إيجابية، النتيجة التي أهلت المنتخب الألباني بمعية المنتخب البرتغالي في التصفيات. حديثنا طبعا عن المنتخب الألباني وحديثنا عن اللي أمامنا الآن. أمامنا في مواجهة ليست سهلة على المنتخب العنابي كلود أمين مباشرة في اللقطة الماضية. لذلك في هذا التحضير وفي هذه المباراة التحضيرية لما تواجه منتخب على مستوى المنتخب الألباني، المنتخب اللي كما قلنا منتخب متطور، بعد يقول لك والله ألعب مع ألبانيا والمباراة ممكن تكون والله مباراة مش من المباريات الصعبة أو المباريات اللي بتفيد المنتخب. لا، منتخب ألبانيا لو قد تحدثنا قبل 3-4 سنوات أقول لك صح معك حد من المنتخبات، لكن الآن المنتخب اختلف. لاعبين بالمناسبة تقول لي ألبانيا اللاعبين الأسماء اللي موجودين في معاهم أكثر من لاعبين في ألمانيا ما عادوا من ألمانيا، مع بوخم مع كولن الألماني، يعني أندية عديدة الحقيقة في ألمانيا ولاعبين محترفين. لعل اللي أمامنا هنا السيد ساي اللاعب الذي عاش في إيطاليا 14 سنة بدأ الكرة اللي أمامنا طبعا كظهير مميز الحقيقة، لكن انتقاله إلى إمبولي ومن ثم إلى نابولي مبلغ 6 ملايين يورو كانت قيمة عقده وقيمة انتقاله لنادي نابولي. لذلك الحديث عن أسماء ألبانية لكن أسماء كبيرة على مستوى كرة القدم الأوروبية وعلى مستوى الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني وغيره من الدوريات الأوروبية. هنا عندنا التدخل على بيدرو والخطأ لمصلحة العنابي، بينما نشاهد هنا سوكول اسكاليشي اللاعب اللي لعب في آسيا، لعب في كوريا، لعب مع نادي انشار الكوري، لعب مع سبليت الكرواتي، والآن طبعا يلعب مع باشاكشير التركي. 6 أهداف له في الدوري، هداف الهداف اللاعب الألباني، اللاعب رقم 16 في صفوف منتخب ألمانيا. أمامنا منتخب ألبانيا والله مع السرعة مرات تطلع هي فرق حرف ما بين ألبانيا وألمانيا، لكن هو منتخب الألباني. على العموم الكرة مرت إلى رمية جانبية.
رمية جانبية لمصلحة العنابي. عندنا عبد الكريم حسن صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء بعد الدقيقة الأولى في الثواني الأولى من أحداث هذا اللقاء. هنا محاولة أحمد عبد المقصود يقطع، يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرض الملعب. عندنا رمية جانبية، قلت لك منتخب ألبانيا اللي تأهل الحقيقة في المجموعة الأخيرة والمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى أوروبا. كان مع البرتغال، كان مع الدنمارك، كان مع منتخب صربيا، كل هذه الأسماء حاضرة. كانت مع المنتخب الألباني في مجموعته، لكن استطاع أن يتأهل بفارق نقطتين على منتخب الدنمارك وبفارق ضعف النقاط من أمام منتخب صربيا. لذلك هذا المنتخب يتحدث عن المنتخب الألباني أيضا من المنتخبات كما قلنا المتطورة. لذلك وصفت الصحف الألبانية وتحدثت الحقيقة عن التأهل، وتحدثت بأن هذا التأهل المعجزة، وصف بتأهل المعجزة، بل وصفوه بالنكهة الإيطالية. أكيد لأنه كنا نتحدث عن المدرب جيانيني دي بياسي، المدرب الحقيقة اللي عمل نقلة كبيرة مع هذا المنتخب، عمل نقلة كبيرة مع هذا المنتخب. كما قلنا كان سنتين العقد ومن ثم مدد إلى 4 سنوات ليبقى حتى على أقل تقدير في بطولة أوروبا بحول الله تعالى. على العموم الأمور تسير ب1-0 الآن، وهذه محاولة أمامية، فرصة موجودة، كلود أمين يضغط ومحمد موسى أيضا يرجع للتغطية الدفاعية، ما بينما بيدرو في الجبهة اليسرى الآن يبدأ بكرة لمصلحة العنابي. علي أسد لم تصل له، عادت ألبانية في تمريرة أمامية سريعة الآن، فيها محاولة لكن فيها تدخل والكرة تتخلص بعيدة وطويلة. ايضا على ملعب المباراه ايضا الخطوط الحقيقه مش واضحه كثير في ملعب اللقاء. هنا طبعا نتابع امامنا ميرجين ماباراي، هذا اللاعب اللي كما قلت لك في بوخوم، في تروت، في روت، في كولن، في المانيا. طبعا الانديه اللي خاضها او الانديه اللي لعب معاها في على مستوى الدوري الالماني كما قلنا، لعل النادي الاخير اللي هو مستقر فيه الان هو نادي كولن الالماني. هذه كره مرت اماميه طويله لكن فيها متابعه ايضا من محمد موسى. الكره لما مرت وعدت الى خارج ارض الملعب الى رميه جانبيه، رميه جانبيه لمصلحه المنتخب العنابي في الجبهه اليمنى. كما قلنا 1-0، الهدف اللي جاء في الثواني الاولى من احداث هذا اللقاء بعد خطا نفذ تباتا واجهز عليها عبد الكريم حسن باول اهداف المباراه حتى الان. طبعا كنا هنا في هذه المباراة كما قلنا التحضيرية، المباراة الودية، المباراة التي تقام استعدادية أكيد للحلم الكبير. هذه محاولة أمامية، فرصة لمصلحة المنتخب الألباني، لكن هنا فيها محاولة من عبد الكريم تبعد من أمامه، لكن لا تزال لمصلحة المنتخب الألباني في الجبهة اليمنى. هذه كرة ملعوبة للأمام، منقولة الآن سيد السعي في ملعوبة، كرة أرضية رأسية خطيرة، كلود أمين هنا في اللقطة الماضية في كرة خطيرة كانت لمصلحة المنتخب الألباني لكنها مرت بسلام، عدت بسلام الكرة الماضية. هنا شوف الفرصة، شوف التمرير الحقيقة الرائعة اللي جاءت من روشي لاعب كولون الألماني واللي يلعب حاليا الآن طبعا مع نادي رييكا الكرواتي. هذا اللاعب اللي امامنا طبعا او اللاعب رقم 21 اوديسي روشي. هذه الكره مرت مره اخرى طويله للامام لمصلحه المنتخب الالباني. هنا فيها محاوله مرور لكن الكره مقطوعه. برافو، متابعه موجوده، علي اسد يحاول يمر، في متابعه عليه، في ضغط عليه موجود. علي في اللقطه الماضيه عادت مره اخرى من احمد عبد المقصود للويز مارتن. هذه نقلات عنابيه فيها تمريرات على مستوى المنتصف، سيطره موجوده والكره منقوله. عبد الكريم حسن في الجبهه اليسرى يعديها اماميه، لمسه بالخطا من احمد علاء لم تصل في الكره الماضيه او لم تصل او لم تمر الى اللاعب رودريغو تاباتا. عادت مره اخرى الان لمصلحه العنابي على مستوى منتصف الملعب، كرات منقوله او كره ملعوبه للامام لكنها سرعان ما عادت من ميغان باشا. عادت مره اخرى الان سريعه في الطرف الايمن، عبد الكريم يتابعها الى خارج ارض الملعب، رميه جانبيه. وايضا حكم اللقاء يشير لوجود رميه جانبيه لمصلحه منتخب المانيا. طبعا الشيء اوديسي روشي لاعب المنتخب الألباني، وكما قلنا لاعب اللي يلعب مع ريكا الكرواتي
يتواجد طبعا، لكن هو كان له تجربه ايضا المانيه كما قلنا ما بين المانيا وما بين ايطاليا. غالبيه لاعبو المنتخب الالباني هذه كره مرت ووصلت الى خارج ارض الملعب. كارينيو في اللقطه الماضيه واللي حقيقه تحدث عن الجاهزيه طبعا للمنتخب العنابي، وتحدث الحقيقه عن الطريقه اللي يلعب فيها المنتخب الالباني، تحدث بمثاليه هذا الفريق الحقيقه والطريقه المثاليه. طبعا اورجوياني كارينيو اللي كما قلنا اللي تحدث ايضا عن اهميه هذا اللقاء واللقاء الودي امام منتخب البانيا وعن مستوى المنتخب الالباني تحدثنا عنه الحقيقه سابقا على موضوع التطور الكبير الحقيقه اللي يطرأ على المنتخب الالباني. لعل طبعا الايطالي كما قلنا اللي استطاع ان يتاهل للنهائيات الاوروبيه، كما طبعا ان المنتخب طبعا الالماني قاد الالباني لا يمتلك طبعا فريق مهاري، الا انه طبعا الطريقه اللي نتحدث عنها اللي المنتخب الالباني كما تحدث او على لسان السيد كارينيو بانه والله الطريقه اللي يلعب من خلالها مع الجانيني دي بياسي قد تكون هي الطريقه اللي وصلت او اوصلت المنتخب الالباني الى نهائيات اوروبا في هذا العام باذن الله تعالى. لذلك كما قلنا نحن نتحدث عن فريق يضم نجوم على مستوى طبعا المستوى الاوروبي، لكن كما قلنا ايضا ان المنتخب الالباني المنتخب الطامح الحقيقه ايضا في لعب مباريات اكثر. لعل المنتخب الالباني كما قلنا طبعا باستعداداته، هنا الف سلامه لعبد الرحمن ابكر اللي يبدو لي يشكو من اصابه، الف سلامه كما قلنا هنا مباراه مع المنتخب العنابي، لكن عنده مباراه ايضا في 3 من هذا الشهر طبعا في الشهر القادم باذن الله تعالى سيواجه ايضا المنتخب الاوكراني، لقاء مع كندا، لقاء مع سويسرا، كذلك لقاء مع كل هذه اللقاءات الحقيقه اللي يطمع من خلالها طبعا المنتخب البانيا بعمل مباريات وديه تجريبيه. وهذا الشيء المهم، هذه كره ملعوبه اماميه لكن كره مقطوعه وعادت مره اخرى لمصلحه منتخب البانيا. لمسه للخلف المنتخب الالباني كما قلنا اللي الان طبعا ياتي في المرتبه رقم 45 عالميا على مستوى الدوري. المنتخب الألباني في التصنيف أو في المركز رقم 45، بينما المنتخب العنابي اللي يأتي في المرتبة رقم 83 على المستوى الدولي. هنا في صافر لويس مارتن وخطأ لمصلحة العنابي في اللقطة الماضية، حكم اللقاء يشير طبعا بخطأ على أندي ليلا لاعب الجانينا اليوناني. كرة مرت إلى خارج أرض الملعب في اللقطة الماضية، مرت إلى رمية جانبية ملعوبة سريعة الآن لمصلحة منتخب ألبانيا، منقولة للأمام. لعل كما قلنا التصفيات ونظرة التصفيات وكأس العالم طبعا خلاص العنابي كما قلنا من خلال التصفيات المزدوجة الذي ضمن طبعا وصولها بإذن الله تعالى 2019 إلى نهائيات كأس آسيا. لكن الحديث كل الحديث الأهم والأهم جدا الحقيقة هو كأس العالم في روسيا 2018. العنابي في الوصول بإذن الله تعالى على طبعا المجموعة اللي فيها طبعا المنتخب العنابي، وتحدثنا طبعا عن وجود المنتخبات ليست أيضا بالسهلة على مستوى القارة الآسيوية. القارة الآسيوية خلاص هذه الكرة تابعة محاولة ملعوبة، القارة الآسيوية خلاص والله ما تعترف والله بأسماء والله بتاريخ، لا خلاص هي طبعا القارة الآسيوية كما قلنا من خلال المنتخبات اللي تأهلت، المنتخبات اللي وصلت إلى هذه المرحلة خلينا نقول المرحلة الأخيرة، خلاص مرحلة ال6 الفريقين راح يتأهلون مباشرة بإذن الله تعالى إلى روسيا 2018. والفرق كما هو معروف طبعا بطريقة التنظيم، وأيضا هناك منتخبات صاحب المركز الثالث اللي ستلعب أيضا مع بعضها، ومن ثم يخرج منتخب ليقابل منتخب الخامس أيضا من غينيا. لذلك نحن نتحدث الحقيقة أيضا على المنتخب العنابي والحديث عن مجموعته اللي كانت طبعا تضم طبعا منتخب ايران، منتخب كوريا الجنوبيه، منتخب اوزباكستان، منتخب الصين، منتخب سوريا. المنتخبات الحقيقه اللي طبعا ستخوض غمار طبعا التصفيات المؤهله باذن الله تعالى الى كاس العالم. هذه محاوله ملعوبه اماميه طويله لكن الكره تتخلص وتصل الى حارس المرمى. ربع ساعه او 16 دقيقه تمر مشاهدينا الكرام
متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية، يا من يتابعنا هنا في هذا اللقاء الودي اللي يجمع المنتخب العنابي من أمام منتخب ألبانيا. هذا اللقاء اللي يقام هنا في النمسا على هذا الملعب، ملعب هارتبيرغ. على العموم الكرة هنا فيها صافرة أو فيها خطأ أيضا. نشوف أمامنا بيدرو في الالتقاء أمام اسكاليشي، والخطأ اللي موجود لمصلحة العنابي. هنا كرة ملعوبة من بيدرو طويلة للأمام. الهدف الحقيقة المبكر، بل المبكر جدا، بعد كرة مرت على طول في الجانب الأيمن. احتسب حكم اللقاء خطأ، تبع تنفذها، وعبد الكريم حسن مباشرة إلى المرمى يسجل أول أهداف. وهنا محاولة قد يكون فيها ثاني الأهداف لمصلحة العنابي. أحمد على لمس وكرة مقصية، لكنها كانت من مكان بعيد. بيدرو قلب الدفاع في اللقطة الماضية على قوس منطقة الجزاء، يلعب له كرة مقصية لكنها مرت بعيدة وعدت إلى خارج أرض الملعب. هو من قاد الهجوم، هو من أبعد الكرة الماضية، وهو من لعب الكرة الأخيرة اللي مرت إلى خارج أرض الملعب. هنا بيدرو المنتقل طبعا في الدوري المحلي، هنا في دوري نجوم قطر، من النادي الأهلي إلى نادي الساد. هذه كرة أمامية طويلة لكنها كرة عدت وصلت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية أو ركلة مرمى عند كلود أمين. هنا حارس المرمى. حتى الآن كما قلنا نتيجة 1-0 في هذه المباراة اللي تأتي تحت أعين العديد من المنتخبات. نعم، هنا في ملعب اللقاء متابعة الحقيقة للعديد من المنتخبات اللي تشاهد. المنتخب الصيني في أيضا متابعة موجودة في ملعب المباراة هنا في هارتبيرغ. متابعة لهذا المنتخب، متابعة أكيد للمنتخب العنابي لأن الصين موجود معاه في المجموعة. والحديث أنه في منتخبات تتابع أيضا. منتخب إيران أيضا من المتابعين لهذه المباراة، وكذلك كما قلنا منتخب الصين، وكذلك هناك طبعا المنتخب الفرنسي. هناك من يتابع في مدرجات هذا الملعب، على الرغم أن المدرجات لا تتسع لحوالي 4500 متفرج، يعني ليس العدد الكبير هنا في ملعب هارتبيرغ. لكن حتى المنتخب الفرنسي جاء ليطلع على منتخب ألبانيا من خلال هذه المباراة، لأن منتخب ألبانيا طبعا تأهل أوروبا، لكن هو موجود أيضا مع المنتخب الفرنسي في التصفيات، تصفيات أو في بطولة أوروبا. هذه كرة ملعوبة للأمام خطيرة، مرت عدت، ولكن في إشارة من الحكم المساعد أنه فيها ركلة مرمى، في ركلة مرمى أو ركلة زاوية. ركلة زاوية هنا عبد الكريم يقول أنا لم ألمس الكرة، لكن الحكم المساعد أشار لوجود ركلة زاوية. ركلة زاوية هنا كاتشي كيلتون لاعب كولورادو احترف في أمريكا الأمريكي. هذه كرة ملعوبة طويلة للأمام خطيرة للمنتخب أو الألباني، لكنها مرت بسلام، عدت بسلام الكرة الماضية إلى ركلة مرمى، ركلة زاوية. وكان وحيدا أيضا لاعب المنتخب الألباني، شوف بعد الكرة العرضية، شوف كان وحيدا في الجانب الأيسر اللاعب رقم 3 آرمير لينجاني، لاعب في تورزو السويسري، بالإضافة أيضا لجالن، لكن الآن طبعا متواجد في فرنسا مع نادي نانت. صاحب الكرة الماضية أو اللعبة الماضية اللي مرت إلى ركلة مرمى، منقولة الأمام طويلة، أحمد علاء بالرأس يلعبها لكنها عادت من جديد للينجاني في كرة مرت طويلة الأمام سريعة. محاولة في الجانب الأيسر، أمامنا 1-0. عبد الكريم حسن مع الثواني الأولى بالدقيقة الأولى من عمر هذا اللقاء. الكرة اللي مرت إلى رمية جانبية إذن. منقولة عادت من جديد لمصلحة المنتخب الألباني، ملعوبة في مكان هنا فيها خطورة، لكن أخيرا الكرة مرت. محاولة تطبيق مصيدة التسلل من قبل دفاعات المنتخب العنابي، لكن الكرة مرت بسلام ووصلت إلى كلود أمين أيضا بسلام. الكرة الماضية كرة عادت من جديد إذن من كلود للأمام. منقولة سريعة الآن لمصلحة المنتخب الألباني. ميغان باشا يحاول لكن أيضا صافرة، تدخل كان عليه من لويس مارتن وخطأ لمصلحة المنتخب الألباني. هنا نتابع أمامنا محاولة
خطأ بينما كرة مرت ركلة جزاء في تمثيل وبطاقة صفراء. طبعا هناك تمثيل إذا فيها بطاقة صفراء أمام الإنذار الأول يأتي على اللاعب ناصر عليجي. ناصر الإنذار الأول إذا في هذا اللقاء. ناصر اللي يحصل على انذار في اللقطة الماضية بداعي التمثيل على حكم اللقاء. تحايل للحصول على ركلة جزاء في اللقطة الماضية لكن حكم اللقاء منح البطاقة الصفراء. على العموم عندنا خطأ موجود في كرة منقولة للأمام طويلة سريعة. هنا محاولة متابعة من أبكر وإبعاد الكرة من أمام الهداف الخطير طبعا السوكول اسكاليشي. ابعاد الكره الى رميه جانبيه لمصلحه منتخب البانيا. الكره مرت متابعه ايضا هنا كره خطوره فيها لمنتخب البانيا لكن الكره مرت واصطدت الى ركله زاويه لمصلحه المنتخب الالباني. ركله زاويه موجوده اذا ناصر في اللقطه الماضيه والمرور لكن العرضيه مرت بسلام هنا امام لانكاتشي شكيلزر. ركلة الزاوية أمامنا 4 ركلات زاوية للمنتخب الألباني ولا ركلة زاوية حتى الآن للعنابي. نتابع إذا ركلة الزاوية ملعوبة أمامية محاولة والهدف. هدف التعديل يأتي مع الدقيقة رقم 23 يسجل التعديل إذا اللاعب رقم 18 في صفوف المنتخب الألباني آملين أجيكي. يسجل إذا الهدف في الدقيقة 23 المنتخب الألباني. منتخب ألبانيا إذا يسجل هدف التعديل بعد ركلة زاوية ينفذها كاتشي سكيلدز بينما الهدف يأتي هنا من هذا اللاعب أمام هارلين أسينتي لاعب بازل السويسري. أيضا تسجيله في إيطاليا مع نادي فروزي حاليا في إيطاليا وهنا طبعا هنا صاحب الهدف هارلين. إذا 1-1 في اللقطة الماضية وهدف التعديل. كرة مرت عاكيتي من جديد صاحب الهدف في كرة منقولة ما بين دفاعات المنتخب الألباني منقولة للأمام طويلة كما قلنا أمام المنتخب البرتغال في التصفيات خطف المنتخب الألباني هدف في أول مبارياته. كانت المباراة الحقيقة الفيصل في التصفيات واللي ساعدت كثيرا منتخب ألبانيا في الوصول إلى هذا المركز والتواجد للمرة الأولى في تاريخه. نتابع أمامنا الاستحواذ 34% للمنتخب العنابي 66% لمنتخب ألبانيا. الهدف المبكر اللي سجل المنتخب العنابي أعطى هدوء لمهاجمي المنتخب العنابي وعدم التقدم كثيرا لذلك كان في ضغط كبير. شاهدنا الحقيقة 4 ركلات زاوية هي الرابعة جاء منها الهدف لمصلحة منتخب ألبانيا. إذن الأمور تمر ل1-1 مع الدقيقة 25 من أحداث هذا اللقاء. 1-1 عندنا كلود أمين على تنفيذ ركلة المال وركلة الخطأ لمصلحة المنتخب العنابي بينما الكرة عادت من جديد عن دليلة منقولة طويلة للأمام. عبد الرحمن أبكر يخلصها يلعبها طويلة للأمام. حتى الآن البحث عن بناء هجمة البحث عن بناء هجمة بينما هنا التدخل والوقوع أيضا للاعب عندي ليلا الليلة لاعب المنتخب الألباني. ونتابع أمامنا التدخل ما بين وما بين تباتا بينما حكم اللقاء يحتسب خط هذه كرة مرة طويلة الأمام بعيدة إلى رمية جانبية بعيدة إلى رمية جانبية. إذن كما قلنا من خلال هذا اللقاء الودي لعل حديث السيد كارينيو طبعا في ميران يوم أمس وأيضا ما قبل أمس أيضا حديث طبعا عن المنتخب الألباني وحديث عن هذه المباراة الحقيقة المباراة المهمة وهي طبعا الأهم في جاهزية
للاعبين فنية وبدنية الحقيقة. كما قلنا ركز سيد كارينيو طبعا على الجوانب التكتيكية طبعا ما بين اللاعبين، وكذلك أيضا ترابط الخطوط أيضا من خلال التدريبات الأخيرة، حتى التدريبات اللي حدثت في الدوحة قبل المغادرة طبعا إلى النمسا. سيؤدي لهذه الكرة ملعوبة للأمام في تدخل، والكرة عادت مرة أخرى. أحمد عبد المقصود مرة أخرى، أحمد يبدأ بكرة يمشيها تباتع. هذه محاولة موجودة للمنتخب العنابي، افتقدنا كثيرا هذا الدخول، افتقدنا كثيرا المحاولات، كان بالإمكان نعم عند العنابي الكثير من خلال هذا الشوط، شوط المباراة الأول. نعم بعد الهدف هدى كثير، لكن هذه فرصة الآن موجودة، نقلة موجودة ملعوبة. شوف عبد الكريم يشارك ما بينه وما بين الهيدوس، لكن أخيرا الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب العنابي من جديد. هذا بيدرو عداها لمحمد موسى في الجبهة اليمنى ويفقد الكرة، وعادت مرة أخرى الآن آرميني لينداني، لاعب مهاري عدى فيها، مر فيها داخل منطقة الجزاء، عرضية، فرصة الآن لمصلحة المنتخب الألباني، لكن أيضا فيها متابعة موجودة ولا تزال ألبانية. هذا أحمد عبد المقصود خلصها ومشاها عند تبات. سرعت شوي المباراة، رتم المباراة يبيلها سرعة، رتم المباراة يبيلها سرعة حتى بعد الهدف التعديل بالمناسبة. والهدف الأول قتل شوية الأمور، هدى شوية المنتخب العنابي، لكن عنده الكثير. هذه الكرة مرت أحمد علاء، شوف وين في الجبهة اليمنى، يحاول انه يمر، يبحث عن ثباته، يبحث انه يكون قريب من عنده، يعطينا الكرة اللي موجود او حسن الهيدوس. هذه الكرة عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الألباني، منقولة من جديد. هذا أحمد عبد المقصود يستلم عند منتصف الملعب ما بينه وما بين علي أسد اللي مشاها للأمام. هذه انطلاقة موجودة في الجبهة اليمنى، محاول. شوف أحمد وينه، أحمد في الجانب الأيمن في اللقطة الماضية ما بينه وما بين ناصر. الكرة عادت من جديد، عنابية، لمسة أمامية فيها مرور، فيها مهارة، فيها تدخل، فيها لا تزال لمصلحة المنتخب العنابي في الجبهة اليمنى، لكن أيضا الهدوء أعطى مجال للعودة. المنتخب العنابي لا تزال هنا الكرة بحوزة، هذه العرضية فرصة والهدف الثاني. لا الكرة الماضية طالت أحمد علاء في اللقطة الماضية، الكرة صدت المدافع، غير اتجاهها على طول وراحت اللقطة الماضية، والخطأ موجود هنا لمصلحة المنتخب الألباني. أوديسي روشي شوف أمامنا، غير اتجاهها قليلا فقط طبعا مع القائد سيد الصاي في الكرة الماضية. وهنا أمامنا طبعا الخطأ لمصلحة منتخب ألبانيا. كما قلنا اتحركت المباراة شوي، هنا طبعا مطالبة ببطاقة صفراء لكن لم تخرج البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. هذه الكرة اللي مرت سريعة الآن لمصلحة منتخب ألبانيا. هذه فيها تدخل الآن من أمام أحمد عبد المقصود اللي عاد، وتغطية ما بينه وما بين لويس مارتن يأتي أمامه طبعا علي أسد. برافو هيدوس يقتنص كرة الآن، انطلاقة في الجبهة اليمنى لمصلحة العنابي، ملعوبة لكن كرة تتخلص، وعادت مرة أخرى هنا مطالبة بلمسة يد في الكرة الماضية، لكن الكرة ملعوبة سريعة الآن لا تزال لمصلحة العنابي في الجبهة اليمنى. هذه لمسة موجودة عند لويس يلعبها أمامية أحمد علاء من جديد، لكن طويلة جدا ومرت إلى خارج أرض الملعب. الكرة مرت إلى خارج أرض الملعب في المحاولة الأخيرة، لم تعجب كارينيو، والنقلة الأخيرة بينما الكرة عادت من جديد لكن فيها صافرة أيضا. كما قلنا المباراة اللي تقام طبعا على ملعب هارتبيرغ هنا في النمسا. طبعا الحضور والتواجد والمتابعة طبعا للمنتخب الألباني، حاضر طبعا وجمهور المنتخب الألباني اللي يتابع منتخب بلاده هنا في مكان ليس بعيد طبعا هنا في النمسا. لكن كما قلنا هذا الملعب يعني حتى اللقطة لما تشوفها من بعيد تشوف والله حتى خطوط الملعب مش واضحة بشكل كبير. هذا طبعا يرجع لأنه هذا الملعب اللي أمامنا طبعا ملعب هارتبيرغ طبعا كان طبعا مسرح العديد من المباريات الودية اللي تقام طبعا هنا في النمسا. لكن حديث عن هذا الملعب اللي يقام ايضا فيه الكثير من الاحتفالات والعروض اللي تقام طبعا العروض الموسيقيه والحفلات هنا في هذا النادي، لكن هو يعتبر هذا الملعب طبعا الملعب الرسمي طبعا لفريق تي اس هارتبيرغ
الملعب طبعا كما قلنا اللي يتسع لحوالي 4500 متفرج. هذه متابعه لكره اماميه، فرصه عبد الكريم، هذه خطوره عنابيه، فرصه لكن الكره اصطدت ومرت الى ركله زاويه اولى لمصلحه العنابي. والله فرصه وكان بالامكان بالنسبه للعنابي انه يضغط اكثر ويوصل اكثر، لكن كما قلنا الهدف اللي اعطى فتور في اداء اللاعبين بعد الهدف اللي جاء لمصلحه العنابي. ما شاهدنا وصول كثير، لكن عند العنابي اكثر، عنده على مستوى المنتصف وعلى مستوى حتى المساندة الهجومية لهذا اللاعب أحمد علاء اللي يعتبر وحيدا حسب التشكيل اللي موجود، لكن في مساندة الهيدوس وتباتا موجودة. ما انتهت، هذا أبكر والهيدوس وأحمد علاء، وعندنا ركلة زاوية لمصلحة المنتخب العنابي ملعوبة للقائم الأول، لكن كرة تتخلص وتعود مرة أخرى. هذا علي أسد في الجبهة اليسرى في كرة عرضية مرت هنا طويلة، لمسة عدت من أمام الجميع، مرت من أمام أحمد علاء ومن أمام أبكر وعادت مرة أخرى الآن لمصلحة العنابي. هذا الهيدوس عداها لمحمد موسى في الجبهة اليمنى، موسى للأمام طويلة، انطلاق الآن هيدوس يعدي له، لمسة إلى ركلة زاوية أخرى. 4 كانت موجودة لألبانيا، لكن عندنا 2 الآن للمنتخب العنابي. يا ليتني أعرف أورجو يعني. على العموم الكرة مرت، الكرة الماضية ببحث عن حديث ماذا لديه، لأنه شاهدنا عبد الكريم كثير في دخوله في الجبهة اليسرى، محمد موسى ما لقينا دخول كثير له في الجبهة اليمنى بالنسبة للمنتخب العنابي. على العموم ركلة زاوية موجودة لمصلحة العنابي على يسار حارس المرمى، ملعوبة طويلة لكن تتخلص حارس بليشيا، حارس النادي أو حارس المنتخب الألباني. هذه كرة طويلة مرت للأمام، علي أسد يحاول المرور في كرة عادت من جديد لمصلحة المنتخب الألباني، منقولة للأمام طويلة الآن، محاولة انطلاقة، محاولة في الجبهة اليسرى من جاني، خطورة قادمة لكن كرة تصطد تتغير اتجاهها، ركلة زاوية خامسة لمصلحة الألباني، لمصلحة المنتخب الألباني في الدقيقة رقم 34 من أحداث هذا الشوط، شوط المباراة الأول. لا تزال الأمور 1-1 ما بين العنابي وما بين منتخب الباني. هذه ركلة زاوية على يمين كلود أمين، كرة النقل ملعوبة سريعة الآن، البانية محاولة تسديد الأرضية، تصطد إلى ركلة زاوية، تصطد إلى ركلة زاوية. عبد الرحمن أبكر الصوت عالي، شدوا يا شباب. في اللقطة الماضية أعطى مجال طبعا أكيد للاعب المنتخب الألباني في التسديد بكل أريحية. في اللقطة الماضية نتابع إذن ركلة الزاوية على يمين كلود أمين، هذه ركلة الزاوية السادسة، ركلة زاوية سادسة مرت عالية وحارس المرمى كلود يبعدها إلى رمية جانبية للطرف الآخر في أقصى اليمين. إذن ركلة زاوية موجودة، ابتسامة كلود أمين للاعبينا. هذه كرة مرت الآن، لمسة للخلف وصلت عند أندي ليلا والكرة اللي اصطدت في أحمد عبد المقصود ومرت إلى ركلة زاوية سابعة لمصلحة المنتخب الألباني. 7 ركلات زاوية مقابل ركلتين زاوية موجودة عند العنابي. 1-1 مستمرة في ال10 دقائق الأخيرة من أحداث شوط المباراة الأول. كرة منقولة الآن سريعة مرة أخرى، عرضية داخل منطقة الجزاء للقائم الثاني، هذه رأسية تتحول، لا تزال الكرة داخل منطقة الجزاء لكن هي ركلة زاوية تاسعة لمصلحة المنتخب الباني. كان حوار ما بينه وما بين سوكول سكاليشي، سوكول سكاليشي، وركلة زاوية الآن موجودة ملعوبة للقائم الأول، فرصة إلى ركلة زاوية تاسعة. إذن ركلات زاوية كثيرة لمصلحة المنتخب الألباني، وكلود أمين بتوجيهات مستمرة، بينما نتابع ركلة الزاوية الآن لمصلحة المنتخب الألباني. كرة ملعوبة عالية وتدخل أيضا من كلود، والكرة عدت إلى رمية جانبية، مرت إلى رمية جانبية تحت متابعة أيضا من إيكاتشي شكيلزن. ملعوبة طويلة الآن، رأسية تتحول لكن أيضا
عودة من أحمد عبد المقصود لإبعاد الكرة الماضية، بينما الهيدوس اللي استغل خطأ الآن يقع فيه لاعب المنتخب الألباني، يحاول في الجبهة اليمنى. الهيدوس ينتظر نقلة حلوة في مكان، لكن أيضا مقروءة من الدفاع. عادت مرة أخرى، برافو. عودة لعلي المتسلل في اللقطة الماضية. عودة هنا حكم اللقاء هاركون ألكسندر اللي يشير لوجود حالة تسلل على المنتخب العنابي. أول حالة تسلل على العنابي في اللقطة الماضية، بينما الكرة عادت هنا إترت بريشيا الحارس اللي سبق البدء أيضا مع كالمات الدوري السويدي. صافرة أول وبطاقة صفراء. إذن انذار يمنح حكم اللقاء لأحمد. هنا نتابع أمامنا التدخل من أحمد. نشوف إشارة من حكم اللقاء أنه كان يلعب على الكرة وليس على اللاعب، وبعد ذلك فقد أعصابه شوية، لكن على العموم هنا انذار بطاقة صفراء لأحمد عبد المقصود. الانذار الأول على المنتخب العنابي والثاني في هذا اللقاء بعد اللاعب ناصر اللي تحصل عندنا. هنا أمامنا طبعا اللاعب رقم 18، اللاعب صاحب الهدف أرنيد أكيكي، اللاعب اللي سجل هدف التعديل مع الدقيقة 23 بعد أن كان متقدما العنابي مع الدقيقة الأولى. هنا نتابع أمامنا طبعا التمريرة والنقلة الماضية من ناصر اللي وصلها لسكاليشي، وهنا طبعا التدخل من أحمد عبد المقصود، وصافرة كانت الخطأ لمصلحة المنتخب الألباني. كريم بضياف وأيضا أكرم عفيف سبستيان وأحمد معين، وتواجد أيضا بدلاء المنتخب العنابي في دكة البدلاء. أسماء عنابية بنكهة أوروبية أيضا أكيد لما تتكلم عن أكرم عفيف لاعب في ريال، وكذلك أيضا أحمد معين لقضى وقت ليس قصير أيضا مع أوبن البلجيكي. على العموم نتابع الخطأ الآن لمصلحة المنتخب الألباني. لدينا الآن ميغان باشا على تنفيذ الخطأ اللي بدأ مع لوزان السويسري. مشي كرة الأمام، هنا تسديدة قوية لكن إلى حارس المرمى. قوية التسديدة الماضية اللي مرت إلى حارس المرمى كلود أمين، والكرة اللي ملعوبة طويلة للأمام أيضا بالخطأ. هنا طبعا التسديدة والكرة كانت مقطوعة من لاعبو المنتخب الألباني. على العموم الكرة مرت إلى رمية جانبية. أمامنا التسديدات 5 للمنتخب الألباني، 3 على المرمى، وتسديدتين للمنتخب العنابي 1 على المرمى. هي طبعا الإحصائية حتى الآن مع الدقيقة 40 من أحداث شوط المباراة الأول. هذه كرة أمامية عالية ودخول من حارس المرمى وفرصة موجودة للمنتخب الألباني. خطأ موجود وهدف يأتي. إذا هدف ثاني للمنتخب الألباني. هنا لينغاني آمن الغاني يسجل الهدف رقم 2 لمصلحة المنتخب الألباني مع الدقيقة رقم 40. إذا الهدف الثاني لمنتخب ألبانيا، هدفين مقابل هدف واحد. فرصة كانت دخول من كلود أمين والتدخل على عبد الرحمن أو على بيدرو في اللقطة الماضية. هنا نتابع أمام الكرة من أولها برمية الجانبية، ومن ثم الدخول من حارس المرمى والدخول من حارس أيضا على زميله على بيدرو، بينما الكرة لم تبعد بالشكل السليم. أخيرا يستلمها هنا اللاعب رقم 3 آرمين لينداني يسجل الهدف الثاني. هنا في اللقطة الماضية اللاعب اللي يلعب مع نادي في تروتو السويسري وكذلك مع كارن، والآن طبعا في فرنسا، ولعب مع ستادلين، لعب مع والآن مع نانت. لكن الحديث طبعا عن صاحب الهدف الثاني لمصلحة منتخب ألبانيا. إذن 2 ألبانيا 1 العنابي. هذه هي الأمور في هذه المباراة الودية اللي تقام هنا في النمسا. هذه كرة أمامية الآن سريعة لمصلحة العنابي. كرة النقل سريعة
عالية طويلة في الطرف الأيمن، سريعة جدا وطويلة جدا. يحاول اللاعب محمد موسى اللحاق بالكرة لكنها كانت أطول من اللازم وسريعة جدا إلى خارج أرض الملعب. رمية أو ركلة مرمى لمصلحة المنتخب العنابي. عند المنتخب الكثير من تابع المنتخب العنابي بتواجد المنتخب العنابي في التصفيات في مبارياته امام المنتخب الصيني، امام المنتخب طبعا هونغ كونغ. كثير من المباريات بغض النظر عن نوعيه المباريات سواء كانت مع منتخبات المالديف او بوتان، لكن ايضا على المنتخبات ليست منتخبات غير الصين سيكون مع ايضا المنتخب العنابي في التصفيات. لذلك الحديث ايضا عن لقاءات المنتخب العنابي. من شاهد ايضا يشاهد الان المنتخب العنابي في حتى الان عند الكثير. ليس هذا العنابي اللي نعرفه، ليس هذا العنابي اللي نعرفه، اللي تابعناه في التصفيات، اللي تابعناه في التواجد سواء على مستويات، على مستوى الاقليمي، على مستوى الخليج، على مستوى اسيا. هو المنتخب العنابي ليس هو المنتخب العنابي، لكن عند الكثير ممكن يقدم الكثير كريم. وحتى الان في حاله تفكير قبل الدخول في الربع ساعه ما بين الشوطين. نتابع علي اسد مشاها لعبد الكريم حسن في الجبهه اليسرى. هنا محاوله مرور لكن ايضا في رقابه من دفاعات منتخب البانيا. ضغط موجود عبد الكريم، برافو عبد الكريم يضغط، لكن ايضا خبره اللاعب المنتخب البانيا سيد هرزاي، اللاعب كما قلنا المحترف اللي متواجد ايضا كما قلنا مع نادي نابولي. لاعب خبير حقيقه، لاعب سيد هرزاي اللي عاش من سن 14 سنه وهو موجود في ايطاليا. من 14 سنه في ايطاليا. طبعا مركز الظهير لعبته، مركز الظهير لعبته. انتقل طبعا كان مع امبولي ومن ثم الى نابولي. هنا حاله التسلل، اثنين على المنتخب الالباني، لا في واحده ايضا على المنتخب العنابي على اللاعب علي اسد. على العموم نتابع هنا امامنا الكره اللي مرت طويله. هنا موقف التسلل كان واضح امامنا، اللاعبين وليس لاعب واحد لنداني وكذلك ايضا اكيد. على العموم الكره عادت من جديد، ملعوبه اوديسي، نقله للامام لكن ايضا خاطئه. علي اسد، تاباتا ما بينه وما بين علي اسد، نقلات في منتصف الملعب ملعوبه، لكن هنا حاله تسلل اخرى على المنتخب العنابي. حاله تسلل اخرى على احمد علاء. ركله حره غير مباشره ايضا لمصلحه المنتخب الالباني. ونتابع تاخر في لعب الكره الماضيه لما وصل احمد علاء الى موقف تسلل. على العموم الكره مرت سريعه هنا من صاحب الهدف الاول، منقوله للامام لاعب اجيتي. بينما الكره طويله مرت الى حارس المرمى. اخر دقيقه في عمر شوط المباراه الاول، عدا الوقت بدل الضايع 44 دقيقه حتى الان. قصه شوط اول تقدم العنابي مع الثواني الاولى في الدقيقه الاولى من احداث هذا الشوط، ثم جاء التعديل من بعد ركله زاويه ارنين اجيتي مع الدقيقه 23، ثم في الدقيقه 40 ارمين لينغاني يسجل الهدف الثاني لمصلحه منتخب البانيا. عندنا علي اسد الان في محاوله مرت لتاباتا يمشي العرضيه هنا. احمد علاء يغير اتجاهه عند محمد موسى في الجبهه اليمنى، يمشيها طويله. الهيدوس يحاول لكن كانت طويله وهي الاقرب لدفاعات المنتخب الالباني في كره مرت سريعه الامام. استغلال في كرات مرتده، وهذا ما يدل عليه طبعا المنتخب الالباني. التزام التكتيكي كما تحدثنا للمنتخب الالباني. الكره طويله مرت، عادت مره اخرى لدفاعات المنتخب العنابي، لكن اشاره من حكم المساعد انه في رميه جانبيه. الوقت خلاص انتهى، وبالفعل سيداتي انساتي سادتي احبتي مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، يطلق حكم اللقاء هاركن الكسندر صافرتي ينهي احداث شوط مباراه اول ما بين العنابي وما بين منتخب البانيا. 2 المنتخب الالباني 1 المنتخب العنابي. تقدم عبد الكريم حسن في الدقيقه الاولى، ومن ثم جاء التعديل من ارنين اجيتي في الدقيقه 23، ثم الدقيقه 40 ياتي لينجاني يسجل ثاني الاهداف في منتخب ربع ساعه. مشاهدينا الكرام اعود بعدها لمتابعه احداث شوط المباراه الثاني. الان اعود بالصوت والصوره للزميل فالح الشمري مع ضيوفك الكرام للحديث اكثر واكثر عن مجريات شوط المباراه. زميلي فالح تفضل لك الكلمه.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. شكرا للزميل خالد اليوسف معلقا وواصفا لنا الشوط الاول بين منتخبنا ومنتخب البانيا، والذي انتهى لصالح المنتخب الالباني بهدفين مقابل هدف. افتتح التسجيل لمنتخبنا اللاعب عبد الكريم حسن في الدقيقه الثانيه من بدايه الشوط الاول، عرضيه من تباتا واستكمال عبد الكريم الكره يسكنها شباك المنتخب الالباني. ايرلاند لاعب المنتخب الالباني احرز هدف التعادل دقيقة 23، وارمير عاد في تقدم المنتخب الالماني في الدقيقة 40. البانيا كابتن خالد سلمان، رحتوا كلكم للتعادل صح. والسلبي بعد. ليش؟ لان احنا المنتخب الالباني ما نعرفه، ومنتخبنا في متغيرات كثيره بالنسبه للتشكيل الموجود بالنسبه له. لهذا الاساس كان عندنا التوقع انه بيكون في الشوط الاول بيكون في هناك تحفظ المباراه، على اساس انه نظهر يعني ممكن تظهر بالتعادل النتيجه، والشوط الثاني تكون المعطيات والقراءه بالنسبه للفريق الخصم واضحه بالنسبه لنا. لكن الهدف اللي سجل بالنسبه لنا في الدقيقه الثانيه هدف كان ملعوب بشكل جيد صراحه من تباتا، من كره ثابته، وعبد الكريم قدر يسجل هدف. لكن ما بعد الهدف ماذا حدث؟ ما بعد الهدف صار اللي هو التراجع الغير منطقي الموجود بالنسبه للفريق، لعب بالدفاع المتاخر على خط 18، خلى الفريق الالباني ان يهاجمنا بجميع الوسائل الموجوده عنده، سواء كان اللي هو دائما يحب استخدام الاطراف بشكل جيد ويلعب الكرات العرضيه. الاهداف اللي سجلت في مرمانا اهداف صراحه من كرات ثابته، يعني معناته هناك الهدف الاول اللي سجل لسوء تغطيه موجوده في سوء التنظيم في خط الدفاع في المراقبه، كذلك حتى الهدف الثاني اللي سجل بالنسبه لهدف البانيا بنفس الخطا تكرر وسجل الهدف الثاني. معناته في اخطاء عندنا في خط الدفاع. ليش؟ لان خط الدفاع اصل اليوم وجود لاعب جديد عليهم، اللي هو وجود مثلا بدرو في المركز، يعني ولاعب جديد في عمل سوء التنظيم الموجود بالنسبه يعني في خط الدفاع. ما في غيره، يعني اللي برا ابراهيم ماجد، احمد ياسر، كلهم برا مصابين. كابتن فهد فخرو لما صف الحكم ويقول لي تذكر بدرو، ذكرك في بدرو. لا حتى انا يمكن ذكرتك موضوع انا وجهه نظري قبل المباراه، قبل بدايه المباراه قلت لك بدرو اعتقد من وجهه نظري نقطه ضعف، حتى انت قلت لي انها بتذكرني في نقطتين سلبيات، يعني مو بسلبيات، لكن اول شيء قضيه تشتيت للمنافس. شفنا في اكثر من مره تشتيت للمنافس، يعني فريقنا لما يقطع ياخذ الكوره ويبي يسوي كليرنس او تشتيت تروح الكوره للمنافس. ثاني شيء بدرو عندك في الدقيقه 23 الهدف اللي علينا في كره هوائيه بدرو مع لاعب الالباني، وكان خطا في التوقيت وخطا في القصد بالنسبه حق بدرو. في الدقيقه 40 ايضا تشتيت ومشاركه خاطئه بين حارس المرمى وايضا بدرو في المشاركه الهوائيه. هل الحارس كلمه مثل ما قال كابتن خالد، قال لك انه لاعب جديد وما عنده لغه التواصل كابتن، لان تعرف حارس المرمى ممكن يكلم المدافع يقول له خلي هالكره لي انا، بس ما في تواصل بين بدرو وايضا واضحه ما وبين حارس المرمى كلاودي امين. اذا لازم واحد يخلي الكره للثاني، هم الاثنين شاركوا بالكره، في الاخير الكره التشتيت الكره راحت للمنافس وسجلوا هدف. ايضا ما يتميز في منتخبنا ان عبد الكريم حسن سواء في المنتخب الاولمبي او حتى في نادي السد قوي في الكرات الثابته، وتباتا يعتبر افضل صانع لعب في الكرات الثابته حتى على مستوى نادي الريان. نشوف اهداف غارسيا ولا في كرات ثابته ونسبه عاليه جدا، يمكن حوالي 35% من اهداف الريان كرات ثابته. اذا عندك تباتا وعندك عبد الكريم حسن عندهم نقاط قوه، بالاضافه ان احمد علاء حكم انه ما يلعب كثير مباريات ما عنده ذاك الانسجام ويا تباتا. نشوف ان تباتا يحاول يلعب الكره اكثر من مره، بس طبعا اللي يحدد مسار الكره ومكان التمرير هو اللاعب اللي يطلب الكره، فاحمد علاء مش في الفورمه، فلذلك منتخبنا من الناحيه الهجوميه نوعا ما ضعيف. اذا عندنا نقطتين، بدرو في الناحيه الدفاعيه مش من جميع المجموعه اعتبر نقطه ضعف، واحمد علاء ما قاعد يعطي ايضا العمق الهجومي. وفي اخر نقطه اللي هو احنا عندنا مشكله ان نلعب على خط واحد، في اكثر من لعبه كان ممكن الفريق الالباني يضرب الفريق، لان احنا لما نلعب على خط وما في انسجام، لاعب توه جاي، فنوعا ما هذه شوي سببت خطا. يعني نقدر نقول ان هذه المباراه يعني كشفت سيد كارينو. اكيد واكيد انه هو ما حط لاعب في معين الا على اساس انه يشوفه، يعني انت اليوم مثلا المدى الانسجام بين تباتا وسباستيان عالي جدا، فبس الانسجام بين احمد علاء وتباتا نوعا ما اقل.
الانسجام بين بدرو مع حارس المرمى مع خط الدفاع نوعا ما ضعيف. كابتن خالد، لو نتكلم على اعتمادات سيد كريم في الشوط الاول، ايش يعني من خلال قراءتك الشوط الاول اعتمد على شنو بالضبط الاستراتيجيه اللي عامل فيها هو، وايش سبب تراجع المنتخب؟ احنا الخطا الوحيد خلينا نقول اللي هو الموجود بالنسبه لنا اللي هو التراجع، عمل الدفاع المتاخر مع فريق يحب يلعب الكرات على الاطراف واستخدام الاطراف يسبب لك قلق في التنظيم الدفاعي، خصوصا ان دفاعنا احنا كانت على خط 18 متواجد. هذه نقطه واحده. النقطه الثانيه احنا قلنا ركزنا ان الكرات الخطره اللي علينا كلها كرات ثابته، حتى من رميات التماس كانت خطره علينا لسوء التمركز والتغطيه الموجوده بالنسبه لنا. احنا في الدقيقة 31 تقريبا طلبت انا الكرة هذه ولا الدقيقة 30 بوضح لك لما احنا نستحوذ الكرة ونتناقل، هذه يمكن اعطانا اياها من اللمسة الأخيرة من آخر شيء لما تمررت بالنسبة عبد الكريم، حتى لما مسكنا المباراة وقدرنا ننقل الكرة بإمكاننا ان احنا نحضر بشكل جيد وننتقل في الهجوم. هو فريق الباني يعني من الملاحظ بالنسبه له ان الدفاع ماله يعني البنيه مالته قويه، يبدا احنا ايش نحتاج؟ نحتاج الى السرعات الموجوده في المساحات الفاضيه لنستغلها، سواء كانت علي هدوس او اليوم احمد علاء موجود بالنسبه لنا. يعني الان بتنقطع الكره، شوف النقل ما في تشتيت كان موجود بالنسبه لنا، بيكون في نقل جيد، استقطاع الكره الان تمرير بيكون موجود لعلي. علي طبعا بيمررها اللي بيكون برا طالع عندنا التصوير ترى لك عليه الموجود، بيكون تمرير موجود لعبد الكريم، استرجعها لعلي اسد، علي اسد لعبها بالعمق بالنسبه لعبد الكريم. هذا اللعب اللي احنا معتادين عليه ان العنابي لعبه في المباريات السابقه. انا اقول الخلل في المنظومه في النقص الموجود، النقص الموجود يعني عمل خلل حتى في التفاهم والتجانس. يعني اليوم احمد علاء عاده مش لاعب اساسي موجود، اليوم موجود بدرو في خط دفاع في قلب دفاع، ترى مركز جدا مهم. الخطا بجول في موجود بالنسبه له، خطأين بجولين من نفس المكان. يعني وانت عندك اثنين اساتذه في قلب الدفاع، تكلمنا عن اليوم قمه المستوى الفني الموجود لاحمد ياسر في اداره هذه المنطقه، وكذلك ابراهيم ماجد يعني في ظل وجوده، فهذول يعني عمق الدفاع في الدفاع يكون عندك جيد قلبي الدفاع. بتلعب امام منتخب ألبانيا متأهل لكأس أوروبا، بيلعب بمستوى جيد، فايز مثل ما تفضلت على منتخب البرتغال 1-0، يعني منتخب مش سهل اللي تلعب ضده في مباراتك. أنت اليوم لا تتوقع أن المباراة راح تكون سهلة بالنسبة لك وأنك تصطادها وتفوز وتوصل لبعيد، لا. أنا أقول بالعكس، احنا نلعب هذه المباراة لنخسر، ليش؟ لنتعلم من الأخطاء الموجودة، ولو توضح الرؤية بالنسبة للمدرب على اللعيبة اللي ما يقدرون يوصلون للمرحلة القادمة. زين، السؤال كابتن فهد، هل شفت اعتماد على عندنا المرتدات؟ هل شفت اعتماد على العرضيات؟ شوف هو يعني سواء من الجهتين، احنا دائما نشوف دائما نقول عبد الكريم محمد موسى اليوم ما اشتغل في الجهه اليمنى، لذلك يمكن تكون عندنا نقطة قوة في الفريق عبد الكريم، سواء حتى في تقييم QSL يعتبر عبد الكريم في تقييم اللاعبين المواطنين يعتبر فارق عن باقي اللاعبين. وتكلم عن عبد الكريم يقدر يلعب في اي دوري اوروبي، ويقدر يلعب حتى في الدوري التركي. انا قعدت مثلا كلمت بولند مدرب، قعدت معاه مره في جلسه، كنت معاه يعني حضرت مع بعض الوحدات التدريبيه، قال لي عبد الكريم حسن ترى يقدر يلعب في افضل نادي في تركيا، ويقول مستوى يعني عالي جدا جدا جدا، يعني مش لاعب ستاندر. لذلك انت لما تيجي تقول لي عبد الكريم مش غريبا، لذلك حتى الكابتن خالد اللقطه اللي اختارها عبد الكريم، الهدف اللي تسجلت من كره ثابته عبد الكريم. لكن في حاله ما اذا كان هناك بلوك على عبد الكريم وتم التغطيه عليه مثلا جهه الجسار المنتخب او المنتخبات القادمه قامت تعمل ضغط على عبد الكريم في الكرات الثابته، قامت تعمل تغطيه على عبد الكريم، لازم تحتاج حلول ثانيه، يا من العمق يا من الحل الثاني. عندك تباتا، ولكن تباتا من غير مع احمد علاء في مشكله نوعا ما في التمرير، يعني للحين احمد علاء عنده عمق شوي نوعا ما في العمق الهجومي ضعيف. يبقى عندنا حسن هيدوس ايضا عامل فارق في الدوري القطري، ولاعب يمكن من اكثر اللاعبين سرعه في الدوري القطري. اذا مثل ما تفضلت لابد من تفعيل او ايجاد بعض الحلول غير عبد الكريم، وهذه نقطة مهمة. اتصور يعني اذا كان مثلا يبغي ممكن الحين يبدا ينزل سباستيان، ممكن شوي يفعل حسن الهيدوس نوعا ما جهة اليمين ويعطي بعض الواجبات الهجومية يمكن حق علي اسد. عندك دقيقتين انت طلبتهم اللي هي الدقيقة 20 بالضبط، دقيقة 20. ايه
الدقيقة 20 طبعا انا يعني تقريبا هي في الدقيقة الثانية صارت نفس المشكلة، والدقيقة التاسعة ايضا نفس المشكلة. في الدقيقة 20 عندنا مشكلة في اللعب على خط واحد. لاحظ الحين، وقف اللقطة بس عيدها شيء من الاول. شوف لاحظ الحين نوعا ما التصوير غير جيد بس نمشيها. وقف الحين الفريق كبره ما في عمق دفاعي، في تقريبا واحد مش واقفين على خط. ولا تتفق معي كابتن خالد؟ واحد شوي متاخر واحد شوي متقدم. كانك تبي تقول لا عمق دفاعي في الدفاع ولا عمق دفاعي في وسط الملعب. رجع اللقطه شوي، شوف ودها قدام من البدايه. شوف العمق الدفاعي في وسط الملعب مش موجود. هذا اللاعب اللي استلم يحتاج الى عمق وسط دفاعي بالضبط. كذلك نحتاج الى عمق مثل ما نقطه جدا يعني شوف الحين مثلا يعني خلينا هاي يعني دور لعيبه الارتكاز. لا انت لما تتكلم على يعني مجموعه كامله، شوف الحين شلون الفريق انضرب. الحين هذه تقريبا نوعا ما عبد الكريم رافع يده، الثاني والله واقف، الثالث يعني تقريبا 3-4 مرات. انا اقصد اللعب على خط واحد يحتاج الى نوعا ما من الانسجام الاكثر. كون بدرو كان يعني فتره طويله يلعب 3-5-2 يمكن في الاهلي، فكون انه يلعب 4 يعني يلعب 4 في خط الدفاع يختلف عليه وتختلف عليه الامور كثيره. بس انا اتصور مع وجود كريم بوضيف في المستقبل، مع وجود احمد ياسر، ان شاء الله هذه نقطه الضعف قد انها تتحسن. يعني الهدف الاول كل كلامكم على الهدف الاول لو نتكلم يعني كل القراءه اللي انتم تكلمتوا عليها والانتقاد بدرو يعني بدرو ما اتكلم بدرو استحاله بدرو في المراقبه ضعيف ترى، يعني عنده بعض الاخطاء سواء يعمل فاولات كثيره. بدرو مرات داخل ال 18 يعني شوف مثلا داخل ال 18 يمكن يختلف معاك، اخطي في اي جزء من الملعب، في نص الملعب ما عندك مشكله، في الثلث الامامي ما عندك مشكله، ولكن خطا اي خطا داخل ال 18 ما في مجال للتراجع، يعني يتم استغلاله. الحين كلها ترى خطأين اخطاء فرديه صحيح. يعني لما نتكلم على اخطاء المراقبه واخطاء في القفز، شوف الحين شوف عندك توقيت. محمد شوف توقيت اوكي شوف الان اللعبه يعني هل يعقل انك انت الان في كرات ثابته انت تكون مراقب لصيق، يعني في هذا يعني لا يمكن تترك المساحه. حتى ردة اللعب كلود امين وعبد الكريم، شوف توقيت القفز، شوف التايمينج، شوف توقيت يعني قفز والكره راحت ورا. طيب شوف ردة فعل عبد الكريم وكلود. شوف ليش قفز؟ لان لاعب الوحده اصلا في يعني احنا ترى عندنا زياده عدديه في الدفاع كافراد، الزياده العدديه موجوده بالنسبه لنا، بس التغطيه كانت ما كانت جيده. خالد يعني توقيت القفز حق بدرو خاطئ، وبعد الهدف الثاني ترى بعد القفز بين الحارس المرمى ايضا المدافع نفس الشيء، بعد بدرو قفز وبعد مع ما في كوميونيكيشن او تواصل بين حارس وبدرو. انزين الشوط الثاني كابتن خالد انا اتمنى ينزل. انا بالنسبه لي طبعا كريم يكون موجود، نلعب ب3 في وسط الملعب ونلعب 3 في الهجوم مع سباستيان تغيير احمد علاء. فهد بسرعه. نزول سباستيان اعتقد مهم جدا. مشاهدينا الكرام مره اخرى والشوط الثاني بصوت الزميل خالد اليوسف. خالد تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك زميلي مالك، شكرا لضيوفك الكرام، شكرا للحديث ما بين شوطي هذه المباراة. أحمد المعين وحيدا في دكة البدلاء بينما بقية اللاعبين نشاهد أيضا التيشيرتات الخاصة طبعا ببدلاء المنتخب العنابي. إذا مشاهدينا متابعينا نرحب بكم من جديد في أحداث شوط المباراة الثاني في اللقاء الذي يجمع المنتخب العنابي من أمام منتخب ألبانيا هنا في ملعب الهارتبيرغ، هنا في النمسا، هنا في المعسكر الخاص للمنتخب العنابي الاستعداد ايضا للتصفيات المؤهله الى روسيا 2018. شوط المباراه الثاني على وشك البدايه. في هذا الشوط نشاهد ايضا لاعب المنتخب العنابي، اعتقد لم نشاهد اي تغييرات حتى الان. هنا حكم اللقاء هاركم الكسندر اللي يتابع ايضا انتظر انطلاقه صافرته شوط المباراة الثاني ولبداية شوط المباراة الثاني. المنتخب شاهد أمامنا طبعا نتيجة 2-1 اللي انتهى عليها شوط المباراة الأول من خلال هذا اللقاء، وهي طبعا نفس النتيجة التي جمعت ما بين المنتخبين وهي الوحيدة في عام 2012. على العموم هنا نتابع التغيير اللي تم. سكاليشي اللاعب يغادر، بينما هنا أيضا التغيير الثاني ايضا ليتم ساديكو ماندو. صديقي ايضا هو اللاعب البديل. راح نتحدث طبعا عن التغييرات اللي تمت بالنسبه للمنتخب الاوزبا المنتخب الالباني. ايضا التغيير الثالث ايضا 3 تغييرات. نشاهد ايضا خروج اللاعب
او التغيير لخروج طبعا اللاعب ارميني لنجاني صاحب الهدف الثاني، اللاعب رقم 3، ودخول اللاعب رقم 26 في صفوف المنتخب الالباني هنا اللاعب ميلوت ريتشيكا. إذا التغييرات اللي تتم بالنسبة للمنتخب الألباني في شوط المباراة الثاني، طبعا التغييرات اللي تمت لمصلحة منتخب ألبانيا، بينما المنتخب العنابي لم نشاهد أي تغيير الحقيقة طرأ في شوط المباراة الثاني. نتابع الكرة هذه بعد نتحدث عن الأسماء. هذه كرة مرة طويلة سريعة لمصلحة منتخب ألبانيا، عادت من جديد الآن محاولة موجودة. ناصر يحاول الظهير الأيسر في صفوف منتخب ألبانيا في كرة ملعوبة سريعة، فيها محاولة، فيها مرور داخل منطقة الجزاء، ولكن العرضية مرت بعدها صدت حكم النهائي، صدت في محمد موسى ومرت إلى ركلة زاوية من هذا اللاعب أندي ليلا. عدت كورتين إلى ركلة زاوية مع الدقيقة الثانية من أحداث شوط المباراة الثاني. نتابع إذن ركلة الزاوية لمصلحة المنتخب الألباني، هي الأولى في شوط المباراة الثاني، العاشرة في هذا اللقاء، بينما هناك ركلتي زاوية للمنتخب العنابي. نتابع هنا ركلة الزاوية ملعوبة للقائم الأول، وفرصة برافو كلود أمين، فرصة كانت لهدف محقق لمصلحة المنتخب الألباني، لكن كلود أمين في اللحظة الأخيرة يضع يده ويبعد الكرة الماضية. على العموم كرة عادت مرة أخرى مرتدة سريعة الآن لمصلحة المنتخب العنابي، ملعوبة من عبد الكريم، لكن كرة مقطوعة عادت مرة أخرى سريعة. هنا فيها تدخل، ولكن أيضا فيها راية وفيها أوف سايد، حالة تسلل يحتسبها ايضا الحكم المساعد. وايضا نشاهد هنا امامنا الراسيه، ونشاهد كلود امين. نشوف باللحظه الاخيره فرصه كانت محققه. على العموم المنتخب العنابي لم نشاهد اي تغييرات طرأت بالنسبه للمنتخب العنابي حتى الان. طبعا على العموم بنفس الاسماء كلود امين هذا امامنا طبعا بحراسه المرمى، محمد موسى، عبد الرحمن ابكر، بيدرو، وعبد الكريم حسن، لويس مارتن، واحمد عبد المقصود، وعلي اسد، وحسن هيدوس، وتباتا، واحمد علاء، نفس اسماء السيد كاريني. وهنا امامنا طبعا مع المنتخب العنابي هذه كره مرت طويله الامام سريعه، لكنها وصلت الى حارس المرمى. من يناير 2015 حتى الان كارينيو اللي لعب 11 مباراة مع المنتخب، الفوز في 8 مباريات ولم يتعادل، بينما خسر في 3 مباريات. إذا نسبة الفوز تعتبر جيدة بعض الشيء الحقيقة، ولحوالي 73% نسبة الفوز في مباريات طبعا السيد كارينيو مع المنتخب العنابي. بينما هنا طبعا نتابع تباتا والخطأ لمصلحة منتخب ألبانيا. هنا نتابع أمام طبعا محمد موسى وتدخل من تباتا على لاعب المنتخب الألباني في النقطة الماضية. هذه خطورة موجودة وعرضية، لكنها مرت بسلام، أيضا مرت بسلام الكرة الماضية. شاورت السيد كارينيو. كرة منقولة الآن من جديد، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب العنابي. هذه كرة ملعوبة، هذا تباتا يحاول بكرة ملعوبة ما بينه وما بين لويس مارتن. هذه وصلت مرة أخرى، تباتا يحاول يمر، يحاول يعدي، يبحث عن أسد، يبحث عن أحمد عبد المقصود. هذا عبد الكريم الآن وصلت الكرة في الطرف الأيسر، محاولات عنابية الآن ملعوبة للأمام. أحمد علاء، لمسة عند لويس مارتن اللي يحاول يسدد كرة لكنها تصطد، وعادت مرة أخرى. هنا محاولة موجودة للمرور، لكن أيضا إلى حارس المرمى عبد الكريم حسن يأخذ أدوار أحمد علاء في النقطة الماضية، الدخول في الوصول، بينما الكرة اللي مرت للأمام عادت مرة أخرى. هنا سريعة، مرور بشكل سليم هنا للاعب البديل. هنا أمامنا طبعا ميلوت، لكن الكرة عادت وتتخلص من عبد الرحمن أبكر إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الألباني. رمية جانبية موجودة في الجانب الأيسر. ميلوت ريتشا ملعوبة سريعة لمصلحة المنتخب العنابي. عادت هنا في دفاعات العنابي، لكن الكرة أيضا تتخلص، عادت مرة أخرى. هنا انطلاق الآن، هنا قيادة لهجوم من علي أسد. علي يتدخل، علي يمرر كرة للهيدوس في الجانب الأيمن، محاولة موجودة عنابية. الهيدوس يحاول، ضغط عليه موجود في الطرف الأيسر، لكن المحاولة تزال عنابية. لمسة موجودة، علي أسد تدخل عليه وخطأ، نعم خطأ في مكان قد يشكل خطورة للعنابي. شوف هنا أمامنا علي، والدخول القوي أيضا من أندي ليلا.
عندي الليلة. ونشوف أمامنا علي محاول اللعب على الكرة، لكن هو لعب على قدم اللاعب مباشرة، والخطأ اللي موجود إذن لمصلحة العنابي. هنا نتابع أمامنا المهارة العالية الحقيقة من اللاعب البديل اللاعب ميلوت ريتشا، بينما يتحرك هنا الإيطالي جيانيني. ياس أرقام الحقيقة يحققها مع المنتخب الألباني مرضية، بل مرضية كثيرا الحقيقة للمنتخب الألباني. هنا نتابع لويس مارتن أو أحمد عبد المقصود، اثنينهم خلف الكرة، أو أيضا الهيدوس. هنا نتابع المحاولة للخطأ، والكرة مرت الهيدوس يسدد كرة، لكن إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى. الكرة الماضية مع الدقيقة 7 من أحداث شوط المباراة الثاني. خطأ من خارج منطقة الجزاء، لكن الهيدوس سدد كرة وصلت إلى أحضان حارس المرمى إترت بريشا. كرة مرت من جديد عند عبد المقصود، عودة مرة أخرى لعبد الرحمن أبكر من جديد. لويس مارتن يمشي كرة للأمام، مرور بشكل سليم بمهارة. عبد الكريم يحاول، لكن كرة تتخلص وعادت مرة أخرى لمصلحة منتخب ألبانيا. تدخل بشكل سليم، برافو. عادت الآن عنابية، هذا الهيدوس يحاول يمر يعدي، لكن أخيرا كرة تقطع. الكرة تقطع من اللاعب آرنيل عجيتي. كرة عادت مرة أخرى الآن، وصلت عنابية فيها انطلاق. هذا بيدرو يحاول في الجبهة اليسرى، مر بيدرو، عدى بيدرو، تدخل على بيدرو، وحكم اللقاء يقول ركلة مرمى. ركلة مرمى. ألف سلامة لبيدرو. شوف تابع هنا أمامنا، كان في مسك ليد اللاعب بيدرو. شوف هنا أمامنا المسك، وبعد ذلك الوقوع للاعب بيدرو. وحكم اللقاء طبعا يحتسب ركلة مرمى. هنا أيضا إصابة لبيدرو في الكتف. تابعنا أيضا التقارير تتحدث الحقيقة عن إصابات الكتف بالخصوص طبعا، وما تعرض له أيضا لاعب نادي الخوية، اللاعب المحترف التونسي يوسف المساكني، واللي أعاقته طبعا عن لعب المباراة النهائية في بطولة كأس سمو الأمير. على العموم هنا بيدرو ألف سلامة، واضح أمامنا الإصابة اللي تعرض لها. على العموم استمرار بركلة مرمى الآن لمصلحة منتخب ألبانيا. ركلة مرمى إذن للمنتخب الألباني. بيدرو يتلقى العلاج أو يستكمل العلاج طبعا خارج أرضية الملعب، بينما الأمور لا تزال ب2-1 لمصلحة المنتخب الألباني. هذه كرة منقولة للأمام، لكن أيضا تتخلص. بيدرو اللي عاد من جديد لدفاعات العنابي الآن، بينما الرمية الجانبية ملعوبة طويلة. بيدرو يحصلها يمشيها للأمام. عادة ألبانية، الألبان يحاولون في الجانب الأيمن الآن، بينما تدخل من أحمد عبد المقصود. مارتن أحمد مرة أخرى، تكتل بينما عبد الكريم يفك الكرة بشكل سليم أيضا ما بين 3 لاعبين، لكن لا تزال لمصلحة العنابي. هذه لمسة عند أبكر. نتابع أمامنا 58% استحواذ العنابي مقابل 42%، يعني شاهدنا الاستحواذ في منتصف الشوط الأول كانت النسبة فارقة للمنتخب الألباني، وصل 38 استحواذ للمنتخب العنابي. لكن الآن شوف المنتخب العنابي الآن يمسك كرة، يحاول ومحاولات مستمرة. 2-1 هي لا تزال لمنتخب ألبانيا التقدم، لكن المنتخب العنابي كما قلت لك هو عنده أفضل من كده. يتابع المنتخب، صحيح الإصابات أثرت
غياب لاعبين مؤثرين طبعا على مستوى المنتخب العنابي، لكن كما قلنا مباراة تأتي أمام فريق ليس من الفرق السهلة. عندما تحدث عنه أيضا كارينيو كما قلنا في الطريقة اللي يلعب فيها المنتخب الألباني، والاستفادة من هذه التجربة الألبانية الحقيقة هنا في النمسا. هذه كرة منقولة الأمام، عادت بالخطأ، وصلت من جديد الهيدوس اللي يسيطر على كورته، لكن تبعد الكرة من أمامه إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب العنابي. الهيدوس بينما عبد الكريم يمشي كورته للأمام، أحمد عبد المقصود لعبد الكريم، هنا محاولة مرور لكن أيضا لدفاعات المنتخب الألباني ملعوبة سريعة الآن. كرة تمر، أحمد عبد المقصود يضغط لكن الكرة مرت بسلام وعدت بسلام الكرة الماضية. إذن المحاولة اللي عدت إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الألباني. فاجعة كبيرة كما قلنا، والحقيقة الوصول الكبير بالنسبة لمنتخب ألبانيا على مستوى الأمم الأوروبية. نعم للمرة الأولى يصل فيها منتخب ألبانيا، وهذا الشيء طبعا كما قلنا اللي تحدث عنه كثيرا طبعا مع السيد جانيني دي بياسي. سيباستيان وكريم بوضياف اثنينهم قادمين الآن للمنتخب العنابي. كارينيو يعطي توجيهات الأخيرة لكريم بوضياف ولسيباستيان. أحمد علاء وقد يكون لويس مارتن هم البدلاء. نشوف من سيبقي. على العموم الخطأ موجود لمصلحة المنتخب الألباني، خطأ موجود وكرة ملعوبة. المنتخب العنابي من خلال نتائجه طبعا اللي حققها في التصفيات والوصول إلى آخر تصفيات على مستوى العالم، ولكن أيضا ضمان الوصول أيضا لكأس آسيا. هنا لويس مارتن وإنذار بطاقة صفراء دخول كان من لويس مارتن على لاعب المنتخب الألباني هنا أندي ليلا، وبطاقة صفراء. إذن لويس مارتن وأحمد عبد المقصود بالنسبة للعنابي. نتابع هنا أمامنا التدخل من لويس مارتن، واعتراض كان طبعا على الكرة الماضية. هنا إعادة التدخل من أكثر من زاوية، لكن شاهدنا أيضا بوضياف وسيباستيان، ورقتين أيضا قادمة للسيد كارينيو. طبعا على إصابة هنا أمامنا علي أسد وأحمد علاء وأحمد عبد المقصود وأكرم عفيف وسيباستيان. هنا أمام طبعا البدلاء. إذن هنا التغييرات اللي تمت، أحمد عبد المقصود غادر، وطبعا اللاعب كريم بوضياف. طبعا التغييرات اللي تمت، سيباستيان بديلا لأحمد علاء هو التغيير الثاني، والتغيير الثالث أمامنا شاهدنا أكرم عفيف داخل أرضية الملعب. إذن التغيير أو التغييرات الثلاثة اللي طلعت نعم هو أكرم، أول لاعب على مستوى الخليج يحترف بالأليغا في أسبانيا هو أكرم عفيف. يأتي الآن مع العنابي فيما تبقى من أحداث شوط المباراة الثاني. نصف ساعة مرت أو 60 دقيقة عفوا عدت من أحداث هذا اللقاء، نصف ساعة طبعا أخيرة في أحداث هذا اللقاء. كرة منقولة سريعة الآن، محاولة نتابع أمامنا التدخل كريم بوضياف والخطأ لمصلحة منتخب ألبانيا. 3 تغييرات دفعة واحدة يجريها السيد كارينيو، بينما
كان يأتي اللاعب رقم 5 بينما يغادر اللاعب رقم 8 اللاعب ميغان باشا. ميغان باشا يغادر والبديل اللاعب لوريك كانا. هذا اللاعب اللي كان مع باريس سان جيرمان في 2005 مع مارسيليا 4 أعوام مع غلادا سراي مع لازيو الآن طبعا في نانت الفرنسي. يأتي طبعا لوريك كانا لاعب رقم 5 هو التغيير اللي يجريه المنتخب الألباني فيما تبقى من احداث شوط المباراة الأول. هذه كرة ملعب شوط المباراة الثاني. هذه كرة منقولة سريعا الآن لمصلحة منتخب ألبانيا. محاولة في الجبهة اليسرى موجود لكن أيضا محمد موسى لا يعطي مجال للاعب المنتخب الألباني. بينما عندنا ثبات الآن يمشي كرة للأمام. هذا أكرم يستلم أكرم يحاول أكرم ينطلق بكرة محاولة عنابية فيها مرور فيها توغل فيها تمريرة حلوة مثالية فيها عرضية فيها جول من الهيدوس لكن لا حارس المرمى يمنع بريشا يمنع الكرة الماضية. هذه الكرة الأخيرة اللي عدت وصلت مرت إلى حارس المرمى. حرك شوية أكرم حرك شوية الأمور بسرعة وبمرور بشكل سليم. سحب مع 2 و3 لاعبين وجد الهيدوس في الجانب الأيمن مررها له الهيدوس قطع الكرة بشكل صح مر للعمق بشكل صح سدد لكن سدد لأحضان الحارس إدريد بريشيا. شوف الكرة الماضية شوف المرور وشوف التدخل وشوف المحاولة وشوف ايضا اكرم عفيف في اللقطه الماضيه والكره اللي مرت او مررها بشكل سليم لكنها مرت من جديد. هنا الكره الخطيره لمصلحه العنابي على من الكره عدت الان في الجبهه اليمنى. هنا متابعه موجوده من عبد الكريم حسن لعرضيه قادمه. لا الكره اصطدت مرت الى ركله زاويه 11 ركله زاويه لمنتخب البانيا مع الدقيقه 63 وركلة زاوية موجودة إذن على يسارك كلود أمين. ركلة زاوية في كرة تلعب عالية لكن أيضا فيها متابعة. هنا تباتا يبدأ بكرة لمصلحة العنابي عدها الأمام خاطئة مرت من جديد لمصلحة منتخب ألبانيا. العودة موجودة والتسديد حاضرة والهدف يأتي مع الدقيقة 64. خطأ كان موجود في التمريرة والهدف الثالث يأتي لمصلحة منتخب ألبانيا. هنا أمامنا اللاعب أرماندو سانتيكو اللاعب اللي يسجل الهدف رقم 3 مع الدقيقة 64. إذا يسجل سانتيكو الهدف الثالث لمصلحة منتخب ألبانيا بعد خطأ موجود. شوف المرور أخذ مكان بشكل سليم الدفاع تراجع بشكل كبير جدا الحقيقة واللاعب كان وحده والكرة عدت بسلام. الكرة مرت بسلام إلى الشباك بالنسبة للمنتخب الألباني. شوف التسديدة في زاوية صعبة في زاوية صعبة على حارس المرمى. مرت الكرة الماضية أرماندو سانتيكو يسجل الهدف رقم 3 إذا لمصلحة منتخب ألبانيا. إذا الهدف الثالث لمصلحة ألبانيا والكرة اللي مرت للأمام أيضا فيها متابعة من اللاعبون المنتخب الألباني لكن عودة مرة أخرى لعبد الكريم بحماس كبير بقوة كبيرة. حقيقة اللاعب أداء اللاعبين الحقيقة على مستوى الدوري المحلي في قطر. اللاعب عبد الكريم أكرم عفيف أيضا واحد من اللاعبين المميزين لك على مستوى الدوري البلجيكي مع أوبن ولكن طبعا اللي بعد طبعا انتقاله إلى نادي فياريال بتواجده طبعا في الليغا بحول الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله. كرة ملعوبة طويلة للأمام عادت مرة أخرى ميلو تشاريتشا لكن أيضا في متابعة أبكر عليه خطأ لمصلحة العنابي. هنا عبد الرحمن أبكر تدخل في الكرة الماضية. ونشوف أمامنا المحاولة والخطأ. خطأ موجود لمصلحة المنتخب العنابي بينما تغيير يأتي اللاعب إنسي أغولي ويغادر ناصر علي
محمد الناصر، وبينما البديل الانسي اغولي. باسا الفنلندي اغولي اللاعب البديل. هاي الكرة مرت للامام، تعود من جديد تحت متابعة ايضا، لكن بيدرو يسيطر عليها رغم ضغط موجود من ارماندو صادق. كرة منقولة طويلة جدا وبعيدة تماما على محمد موسى، عدت الى رمية جانبية، عدت اذا وصلت مرة اخرى لمصلحة المنتخب الالباني. منقولة لكن تصطد وتمر الى رمية جانبية اخرى. مارتن في الكرة الأخيرة الماضية لمصلحة المنتخب الألباني، صدت فيه ومرت إلى رمية جانبية. كما قلنا في المرحلة الثانية من تصفيات المنتخب العنابي في التواجد. هذه الكرة اللي مرت سريعة، عدت هنا فيها مرور، وقوع لاعب ألباني على أرضية الملعب، وإخراج الكرة طبعا من عبد الكريم حسن بكل روح رياضية طبعا. الاعلان على إصابة لاعب المنتخب الألباني. هنا أمامنا طبعا التدخل من لاعب ماباراي، لاعب كورة الألماني اللي يقع على أرضية الملعب بعد تدخل كان ما بينه وما بين كريم بوضياف. كما قلنا المنتخب العنابي من خلال المباريات طبعا في المجموعة أو في المرحلة الثانية في التصفيات، طبعا الفوز على المالديف 1-0 و15-0، أيضا الفوز على بوتان 3-2 على هونغ كونغ، وكذلك أيضا بعد ذلك فوز على منتخب الصين 1-0 قبل فوز على المالديف في الإياب أيضا 4-0، وفوز 3-0 على بوتان و2-0 على هونغ كونغ، قبل أن يأتي قبل النهاية في المباراة الأخيرة كانت أمام المنتخب الصيني خارج الديار، التي انتهت لمصلحة المنتخب الصيني بهدفين نظيفة. بعد طبعا المنتخب العنابي يضع نفسه في أول المجموعة ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أو مرحلة ال6-6، وضمان طبعا تأهله إلى كأس آسيا في الإمارات 2019، وضمان وصوله أيضا على اعتبار هو في الصدارة، ودخوله لمرحلة ال6-6 أو المجموعتين 6-6 طبعا للتأهل إلى نهاية كأس العالم بحول الله تعالى. المشوار إلى كأس العالم وآسيا لم يعد كما كان سابقا تصفيات لآسيا وتصفيات للعالم، بل أصبحت تصفيات مزدوجة ممزوجة طبعا، فرق تصل لكأس آسيا وفرق تصل للتصفيات الأخيرة قبل الوصول بإذن الله تعالى إلى روسيا 2018. على العموم الكرة عدت من جديد لمصلحة المنتخب الألباني في الجانب الأيسر، هنا أرماندو ساديكو، لكن عادت كرة من جديد، عدت لمصلحة منتخب ألبانيا، لكن كرة طويلة، التمريرة كانت سريعة من ميلوتريتشا لهذا اللاعب صاحب الهدف الأخير، الهدف الثالث اللي جاء من اللاعب أرماندو ساديكو. طبعا اللاعب اللي خاض في سويسرا مع 4 أندية، لعب مع لوكارنو، مع لوغانو، لعب مع زيورخ، وكذلك ايضا لعب مع نادي فادوت. طبعا التواجد للاعب ارماندو ساديكو لاعب المنتخب الالماني، هذا اكرم عفيف يمشي كرة، سيبستيان يضغط برافو بشكل سليم، لكنها طويلة كانت الى رمية جانبية بعدما اصطدت من المدافع الالباني، رمية جانبية لمصلحة المنتخب العنابي. كرة تعود من جديد، لويس مارتن يمشيها لتباتا، عودة مرة أخرى ما بين كريم بوضياف وتباتا، لمسات عنابية، لكن بالأخير كرة تقطع وتعود مرة أخرى منقولة للخلف. هنا فيها استلام سيد الساي، كما تحدثنا مع بداية المباراة بأن المنتخب الألباني من المنتخبات المتطورة، خاصة وصولا كما قلنا أوروبا لأول مرة في تاريخه. دائما نتحدث أيضا عن بطولات أو عن أندية ومنتخبات على مستوى أوروبا. نعم تجد منتخبات تشارك في التصفيات، لكن ليست المنتخبات القوية،
لكن منتخب ألبانيا بالتغيير اللي يتم إذا دخول اللاعب شالا هيروليندا شالا لاعب سبارتا براغا تشيكي يأتي الآن ويغادر اللاعب رقم 21 أوديسي روشي. هنا التغيير اللي يتم إذا لمصلحة المنتخب الألباني. كما قلنا منتخب ألبانيا صاحب الترتيب الخامس والأربعين على مستوى العالم عالميا طبعا. هنا طبعا أمامنا الأخطاء طبعا 10 أخطاء على منتخب ألبانيا و10 على منتخب العنابي. حكم اللقاء يحتسب خطأ لمصلحة منتخب ألبانيا. كرة ملعوبة طويلة لكن أقرب إلى كلود أمين في الكرة الطويلة اللي عدت كما قلنا الخامس والأربعين على مستوى العالم، واللي تحسن أداء كبير طبعا بالنسبة كما قلنا للمنتخب الألباني، خاصة كما قلنا التعاقد اللي جاء طبعا مع المدرب جيانيني دي بياسي المدرب الإيطالي، وما تحقق مع هذا المدرب من انضباط بالحقيقة للاعبين وتكتيك للاعبين أعطى الحقيقة الأفضلية لهذا المنتخب مع منتخب البرتغال، مع معية المنتخب البرتغالي الحقيقة بالتأهل إلى فرنسا في كأس أوروبا. أعطى هذه الأفضلية طبعا للتطور الكبير لهذا المنتخب. لذلك نجد منتخبات حتى على مستوى أوروبا في تصفيات الحقيقة ليست من المنتخبات القوية حقيقة. تتحدث عن منتخبات مثل لاتفيا، أندورا، منتخب لوكسمبورغ، يعني المنتخبات الحقيقة حتى على مستوى سان مارينو، يعني منتخبات نعم تكون مش منتخب مالطا، مش منتخبات القوية على مستوى كرة القدم، لكن المنتخب الألباني كما قلنا في تطور كبير على مستوى القارة الأوروبية. شاهدنا منتخبات مثل أذربيجان هي كانت على مستوى الآسيوي وفضلت أنها تنضم للمستوى الأوروبي، وأكيد تحسفوا كثير تواجدهم في أوروبا. يعني أعطى المجال حقيقة أو أعطى الحقيقة يعني صعوبة أكثر. يعني مع آسيا كان بالإمكان أنهم يعملون شيء في منتخبات حتى على مستوى الجارة أوزبكستان عملت الكثير على مستوى القارة الآسيوية، وعمل تطور كبير للمنتخب الأوزبكي على القارة الآسيوية الحقيقة، وخاصة وصوله للتصفيات النهائية لكأس العالم. على العموم نتابع الكرة هنا في خطأ لكنها بعيدة تماما من تاباتا. عدت الكرة بعيدة من تاباتا في اللقطة الماضية. كما قلنا منتخبات أو الجارة كما قلنا لأوزبكستان اللي عملت الحقيقة شغل كبير على مستوى التصفيات والتأهل إلى كأس آسيا، والانتظار طبعا للتصفيات لكأس آسيا طبعا عن طريق المرحلة الثانية. نتائج أيضا حققها المنتخب الأوزبكي ليست بالنتائج الحقيقة السهلة. أمام التسديدات 8 عفوا لمنتخب ألبانيا، 6 على المرمى، 5 للمنتخب العنابي، 3 منها على المرمى. إحصائية تأتي مع الربع ساعة الأخيرة من أحداث شوط المباراة الثاني والمباراة. هي الأمور كذلك الحقيقة من خلال هذه المباراة كما قلنا. وحديثنا كان عن طريق طبعا حديثنا عن منتخبات تركت القارة الآسيوية وانضمت إلى مستوى الأوروبي، وكما قلنا ندمت ندم كبير. وتحدثنا عن المنتخب الأذربيجاني اللي الحقيقة تواجد في أوروبا، والمجال بدأ أصعب أكثر في التأهل لبطولة قارية. لكن الآن نشاهد الحقيقة منتخب الأذربيجاني أيضا اللي يعاني كثيرا من التأهل أو الوصول للمرحلة الأخيرة أو الوصول للنهائيات. لكن هناك منتخبات أيضا عملت عمل كبير على مستوى القارة وأبلت بلاء حسن حقيقة. كما قلنا منتخب أوزبكستان المنتخب الجار، وأيضا منتخب قرقستان اللي كان قريب أيضا لمرافقة أستراليا للتصفيات الأخيرة للمؤهلة لكأس العالم.
لكن طبعا منتخب قرقستان وكذلك منتخب قرقستان كان قريبا من المنتخب الاردني، كان 16 نقطه منتخب الاردن، قرقستان كان 14 نقطه، فرق نقطتين فقط ما بين قرقستان وما بين المنتخب الاردني. لذلك نتحدث عن تطور كبير لمستويات ايضا القاره الاسيويه وكذلك ايضا على مستوى اوروبا الشرقيه وعلى مستوى ايضا الحقيقه دول الشرق طبعا بالنسبه لاوروبا وعلى مستوى المنتخب الالباني. هذه محاوله موجوده لكن كره تتخلص الى خارج ارض الملعب. كان المنتخب الالباني في ترتيبه يعني ما كان ينزل حقيقه او ما كان ينزل عن 80 او 90، لكن بعد ذلك وخاصه تاهله لكاس اوروبا اعطى هذا الشيء المنتخب الالباني افضليه، واعطى هذا الشيء المنتخب الالباني تقدم اكثر واكثر في التصنيف الدوري. هذا ما حدث للمنتخب الالباني امامنا طبعا الان، وهنا طبعا تسديده لكنها مرت بعيده. في الشوط الاول شاهدنا الحقيقه المنتخب العنابي كان له محاولات، وقلت لك انه مو هذا المنتخب العنابي، مش هذا المنتخب العنابي في الاداء، لكن النقص كما قلنا النقص اللي يعاني منه طبعا المنتخب العنابي من خلال الاصابات وعدم طبعا استطاعت طبعا مشاركة اللاعبين المصابين الحقيقة مع المنتخب في هذا المعسكر وفي هذه المرحلة. لكن تبقى الأمور الحديث طبعا إصابة إبراهيم ماجد، إصابة خوخي أبو علام، مصعب خضر، مونتاري، ياسر أبو بكر، هي طبعا الأسماء الحقيقة اللي طبعا نتيجة الإصابة مش موجودة مع المنتخب العنابي في هذه المرحلة وفي هذا المعسكر بالتحديد. هذه محاولة موجودة لمصلحة منتخب ألبانيا لكن كرة تصطد وتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب العنابي. هذه لمسة من الهيدوس يعديها للأمام، حلوة في مكان سليم. لويس مارتن يسيطر على كورته، يبحث عن أكرم عفيف اللي وصلت له الكرة الآن في الجبهة اليسرى. 77 دقيقة أو 78 دقيقة نلعب من خلالها مشاهدينا متابعينا أينما كنتم هنا في هذا اللقاء الودي. العنابي منتخب ألبانيا في هذه المباراة الودية و3 أهداف ألبانية مقابل هدف واحد هي النتيجة حتى الآن. هذه محاولة موجودة، فرصة عنابية، تدخل قوي أيضا في اللقطة الماضية لكن حكم اللقاء أعطى استمرارية والكرة اللي عادت مرة أخرى. هذه محاولة لويس مارتن يعيدها للخلف واللمسة مرة أخرى وصلت لأكرم اللي يعديها للأمام. هذه محاولة من تباتا يحاول يعديها مرة أخرى ما بينه وما بين الهيدوس. لمسة 1-2 لكن ما بين 3 لم ينجح مشروع التمريرة الأخيرة. مرة سريعة الآن لمصلحة المنتخب الألباني. لمسة الآن اللي انتقل لليمين ميلو تريتشا لاعب المنتخب الألباني لكن الكرة تتخلص. بينما هنا أمامنا أرماندو ساديكو صاحب الهدف الثالث، بينما السيد كارينيو بعد التغييرات الثلاثة بعد سيباستيان واكرم عفيف وكريم بوضياف في التغييرات اللي أجراها السيد كارينيو. هذه الكرة مرة الآن سريعة، رودريغو تاباتا يحاول الآن ينطلق بكرة يمشيها في الجانب الأيمن. هذا كريم بوضياف يمشي عرضية لسيباستيان في أقصى اليمين. هنا يحاول سيباستيان لكن هنا تدخل دفاعي من اللاعب سيد الساي إلى خارج أرض الملعب. ركلة زاوية لمصلحة المنتخب العنابي، ركلة زاوية موجودة إذن في الجبهة اليسرى. ونتابع أمامنا الكرة العرضية اللي مرت بينما سيباستيان والكرة ركلة زاوية من تاباتا مرت طويلة على غوص منطقة الجزاء وأيضا إبعاد من دفاعات المنتخب الألباني. ملعوبة طويلة بالرأس من بيدرو بهذه الطريقة، عادت مرة أخرى لمسة يد على بيدرو. في المباريات الودية مسموح الأخطاء، مش مشكلة، ممكن في مباراة ودية، لكن في مباريات الرسمية خاصة في المباريات الحاسمة فيها كأس عالم ربي يوفق إن شاء الله. على العموم كرة ملعوبة للأمام، كريم بوضياف منقولة طويلة لكنها أيضا طويلة جدا، هي الأقرب إلى إدريت بريشا اللي يمشي كرة للأمام سريعة الآن. 10 دقائق أخيرة في أحداث هذا اللقاء. منتخب ألبانيا ومنتخب العنابي هنا في هذا اللقاء الودي. 3-1 لا تزال لمصلحة منتخب ألبانيا. تاباتا
بوضياف، لكن في خطأ لمصلحة تاباتا، يعني بوضياف أو لمصلحة لويس مارتن. ملعوبة سريعة ما بين هيدوس ومارتن، منقولة من هيدوس طويلة للأمام سريعة. سيبستيان استلم داخل منطقة الجزاء، يحاول لكن يقع على أرضية الملعب وتبعد الكرة من أمامه. لويس مارتن يعود للخلف في التغطية، وكلود أمين أخيرا يبعدها إلى رمية جانبية. من كلود أمين إلى رمية جانبية لمصلحة المنتخب الألباني. هنا عنسي أغولي، كرة منقولة الآن. مافاراي يعيدها للخلف لدفاعات المنتخب الألباني. مرت سريعة الآن في الجانب الأيمن، عالية وطويلة للأمام. هنا استلام ميلوت ريتشا، محمد موسى أمامه، عودة للخلف، نقلات ألبانية لكن أيضا وقوع للبديل اللاعب أرماندو ساليكو. هنا أمامنا ساليكو اللي وقع على أرضية الملعب، لاعب صاحب الهدف الثالث. بينما ألف سلامة أيضا للاعب محمد موسى، يطلب أيضا سرعة التدخل. بينما متابعة كريم اللي يبدو لي يطلب أحد اللاعبين الآن. على محمد موسى. سلامة طبعا بعد ابعاد الكرة الماضية اللي تعرض لإصابة. بينما يستكمل علاج اللاعب. تحضيرات لأولى المباريات طبعا في سبتمبر بحول الله تعالى في هذه التصفيات امام المنتخب الايراني. في هذه المرحله طبعا مرحله تصفيات كاس العالم، كما قلنا اسيا خلاص انتهت امورها، لكن الحديث عن كاس العالم وهو الاهم. روسيا 2018 ان شاء الله الى 1 سبتمبر بحول الله تعالى. من هنا حتى 1 سبتمبر اكيد في العديد من المعسكرات، والبدايه طبعا اكيد راح تكون من شهر اغسطس، اللي عليها الكلام. خلاص كاس عالم والتصفيات المهمة طبعا النهائية والأخيرة في المجموعة الأولى طبعا في التصفيات. العنابي سيواجه المنتخب الإيراني إن شاء الله في 1 سبتمبر، وفي 6 سبتمبر إن شاء الله تعالى لقاء من أمام منتخب أوزبكستان، ومن ثم مواجهة كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر. هي طبعا مباريات العنابي، ثم مع منتخب سوريا في 11 أكتوبر، ثم الصين في 15 نوفمبر، قبل أن نعود طبعا للدور الثاني أو مباريات الإياب طبعا في 23 مارس في عام 2017. البدايات مهمة جدا، والاستمرار على نفس الوتيرة أهم وأهم أيضا في البطولة وفي التصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم. نعم، هي الأمور والتحضير، وقوف على وضع اللاعبين، استعداد اللاعبين، تجانس اللاعبين. هذا ما يريد السيد كارينيو من خلال الأسماء، من خلال البداية أيضا اللي بدأ فيها هذه المباراة. هذه كرة أمامية، وصول
إلى سبستيان في الجانب الأيمن. سبستيان يسدد كرة لكنها مرت بعيدة. مرت التسديدة بعيدة من سبستيان. كما قلنا الوقوف على وضعية المنتخب والتجانس أيضا مهم معسكرات من خلال المباريات الودية، وهذا الأبرز المهمة. فوز أو تعادل أو حتى خسارة هذا لا يعني أنه خلاص انتهى كل شيء. لا، الحديث أنه كان في قدرة للمنتخب العنابي على الاستمرار بنفس وتيرة التصفيات الأولية للمنتخب العنابي والاستمرار في المرحلة الثانية والتأهل طبعا لكأس آسيا كما قلنا، ثم التأهل لمرحلة 6-6 المرحلة الثالثة اللي هي لكأس العالم. استمر إن شاء الله العنابي بنفس الأداء بل بأفضل بإذن الله تعالى في التصفيات للوصول للأهم لكأس العالم بحول الله تعالى في روسيا في 2018. وهذا الشيء الأهم. هذه كرة أمامية طويلة داخل منطقة الجزاء. سبستيان يستلم كرة بوضياف للمرة الثانية في الجانب الأيمن، يحاول المرور، هو عدى، هو مر، لعب كرة حلوة في مكان، فرصة كانت عدت من يمين المرمى ليسار المرمى، لكن الكرة وصلت أخيرا إلى دفاعات منتخب ألبانيا. هذا أكرم عفيف يحاول يضغط على المدافع، لكن أخيرا عادت كرته إلى حارس المرمى اللي يمشي له كرة طويلة الأمام، عالية الأمام، محمد موسى من أمامي. ميلوت ريتشا هنا يحاول ريتشا في الطرف الأيسر، لكن بالكعب كرته مقطوعة. عادت مرة أخرى لمصلحة العنابي. الدقائق الثلاث الأخيرة في أحداث هذا اللقاء، والكرة اللي وصلت الآن عند منتخب العنابي. هنا عبد الكريم لكريم ثباتا، أكرم مرة أخرى في الجانب الأيسر. شوف نلاحظ 7 لاعبين في مكان واحد بالنسبة للمنتخب الألباني. هذه كرة ملعوبة محمد موسى في الجانب الأيمن، مشى عرضية طويلة جدا وبعيدة تماما، عدت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الألباني. مرت لركلة مرمى. نتابع الكرة الماضية ونتابع أمامنا طبعا سبستيان، والعرضية اللي مرت من أمام الجميع. شوف مرت من أمام الجميع لكنها كانت هي الأقرب للمدافع سيد الساي. كرة ملعوبة سريعة الآن، وتسديدة من لويس لكن بعيدة تماما، بعيدة تماما. التسديدة الماضية من لويس مارتن إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الألباني. إذن المنتخب العنابي هنا من خلال هذا اللقاء أمام منتخب ألبانيا، اللقاء الودي الاستعدادي طبعا كأس العالم، وكذلك للمنتخب الألباني لأمم أوروبا. هنا في صافرة من حكم اللقاء وخطأ. منقول الهيدوس يمرر لكن أيضا كرة تقطع. كريم بوضياف يتابع. بيدرو تقطع الكرة من جديد، عادت سريعة الآن لمصلحة منتخب ألبانيا، لكن هي الأقرب لدفاعات المنتخب العنابي. هنا عند عبد الرحمن أبكر. كرة اللعب طويلة الأمام، لكن أيضا الكرة عادت لمصلحة المنتخب الألباني. سريعة تتمرر خلف المدافعين، تسديدة لكنها مرت بعيدة تماما، بعيدة. إذا ثواني أخيرة في الوقت الأصلي. ندخل مع صافرة حكم اللقاء 90 دقيقة كاملة. إذا سيداتي آنساتي سادتي أحبتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلق حكم اللقاء الرجل اللي أمامنا هارفن ألكسندر صافرة ينهي أحداث هذا اللقاء
بتقدم منتخب ألبانيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. أذكر بالأهداف: تقدم أولا المنتخب العنابي عبد الكريم حسن مع الدقيقة الأولى من عمر هذا اللقاء، وثم جاء التعديل في الدقيقة رقم 23 عن طريق اللاعب علي اللاينتي، بينما بعد ذلك سجل الهدف الثاني اللاعب اللينكاني مع الدقيقة 40، ثم الهدف الثالث مع الدقيقة 64 لتنتهي أحداث هذا اللقاء ب3 أهداف لمنتخب ألبانيا مقابل هدف واحد للمنتخب العنابي. مشاهدينا متابعينا لا تذهبوا بعيدا، الآن نعود بالصوت والصورة ومع ضيوفه الكرام والحديث أكثر وأكثر عما دار في هذا اللقاء. أما أنا أترككم في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا انتهت مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب ألبانيا. شكرا للزميل خالد اليوسف الذي علقنا ووصفنا هذه المباراة والشوطين والتي انتهت لصالح المنتخب الألباني.